بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نرد فيها على ادعاء الشيعة أن القرآن الكريم محرف، ونثبت في هذه الحلقة أن القرآن الكريم وصلنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح بنسبة 100%، لم يحدث فيه أي تحريف، وأنه هناك أدلة علمية أحدث ما توصل له العلم في العالم في مجال الإثبات يؤكد أن القرآن الكريم صحيح 100%، وأن ادعاءات الشيعة هي جزء من ادعاءات سياسية وعسكرية. وأنتم كما تشاهدون يعني الجيش الأمريكي تحرك وقام باحتلال العراق، تحرك واحتل أفغانستان. أنت لو لاحظت هتجد أنه أغلب اللاجئين في العالم من المسلمين السنة، لأنهم حملة القرآن الكريم. لن تجد لاجئين شيعة على الإطلاق، اللاجئين من المسلمين السنة فقط. لن تجد لاجئين هندوس، لن تجد لاجئين مسيحيين، فقط المسلمين السنة، وتحت مسمى الإرهاب، تحت مسمى كذا، علما أن دول أخطر على أمريكا، يعني الصين التي عندها قنابل نووية، أمريكا لم تفعل أي شيء لمنع امتلاك القنابل النووية على الإطلاق. مثلا دولة روسيا عندها قنابل نووية، أمريكا ماذا فعلت كي تنزع السلاح النووي من روسيا وهي ديكتاتورية؟ يعني تعرف في ديكتاتوري، الصين ديكتاتوري، لكنها ذهبت تحتل العراق وقالت لأن صدام ديكتاتور. فالجريمة هي أن المسلمين السنة هم فقط الذين يحملون الوحي الإلهي هو القرآن الكريم. تعالوا نبدأ ونعرض لعدد من رجال الدين الشيعة وهم يقولون أن القرآن محرف. وكي تكون شيعيا لابد تؤمن: واحد، أن القرآن محرف; اثنان، أن هناك قرآن آخر مختفي في مكان سري يسمونه مصحف فاطمة، ولا نعرف أين، يعني اخرجوا لنا مصحف فاطمة إذا كان موجودا، ولا بد من لعن الصحابة والطعن فيهم وأمور أخرى. تعالوا نسمع بعض رجال الدين الشيعة. القائل بعدم تحريف القرآن كافر، وهو مسألة تحريف القرآن أعزائي. ماذا يقول السيد الخوئي عن قائلين بتحريف القرآن؟ وماذا يقول صاحب بحار الأنوار العلامة المجلسي في مرآة العقول؟ يقول: الروايات الدالة على النقيصة والتغيير والتلاعب متواترة على حد تواتر روايات الإمام. عثمان حينما جمع هذا القرآن المصحف، عثمان رجل ظالم غير عادل، قتل آيات الله. هذا العدد الكبير من أحاديث أهل البيت الذي يتحدث عن تحريف القرآن. فاطمة الزهراء أعظم من القرآن. فاطمة الزهراء قرآن والقرآن فاطمة. القرآن بدون فاطمة كتاب ضلال يوديك إلى نار جهنم. نعم، تقول لعد إذا كان القرآن محرف كيف نعتمد عليه؟ الجواب يقول: لأن الأئمة سلام الله عليه قالوا: اعملوا بهذا الذي عندكم إلى أن يأتي صاحبها. اعملوا بهذا القرآن الذي بأيديكم إلى أن يأتي القرآن ماذا؟ القرآن الذي بيد الإمام سلام الله. تعالوا الآن نستعرض الأدلة على صحة القرآن الكريم وكيف جرى تدوين القرآن الكريم. نبدأ من هذه الصورة. المصحف الموجود فيها من أقدم المصاحف التي وصلتنا، يعني إما يكون مكتوب في 100 الأولى هجرية، يعني في القرن الذي عاش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في بدايات القرن الثاني الهجري، ونجد وزنه 80 كيلو جرام. يعني تخيل حجمه ضخم جدا كما تشاهدون يعني. فكان حتى يتم نقله كان الأمر يحتاج إلى جمل، فالأمر كان صعب. وهذا بعد تطور الكتابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يتحدث 100 سنة تقريبا. طبعا البعض يقول هذا مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه، لكن لم يقم دليل على ذلك. بداية القرآن الكريم نزل في 23 سنة، 23 سنة، وآلاف الصحابة يدرسون كتابا واحدا. تخيل حضرتك دخلت 23 سنة، يعني أنت لو دخلت المدرسة عمرك 5 سنوات تتخرج في 23 سنة في عمر 28 سنة، يعني ابتدائي وثانوي وإعدادي وجامعة وماجستير، تدرس كتابا واحدا هو القرآن الكريم. هكذا كان الصحابة، ودراسة عملية. يعني مثلا يحدث مشكلة في غزوة أحد، فالله سبحانه وتعالى ينزل عتاب على المسلمين في غزوة أحد،
مثلا تحدث مشكلة في الزواج أو الطلاق أو الميراث، فالله سبحانه وتعالى ينزل القرآن بحل هذه المشكلة. يحدث خلاف في أمر العقيدة أو شيء من هذا القبيل، الأنبياء السابقين إلى آخره، فالله سبحانه وتعالى ينزل هذا القرآن الكريم. إذا قمنا بحسبة كم آية في اليوم الصحابة كانوا يدرسونها، هنجد عدد كلمات القرآن الكريم 77,437 كلمة على 23 سنة، والسنة فيها 365 يوم. هنجد النتيجة في النهاية يساوي 9 كلمات يوميا. تخيلوا حضراتكم أنك في جامعة 23 سنة بتدرس 9 كلمات يوميا، وبتصلي بهم 5 مرات، تصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهم محور الحديث. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأستاذ في الجامعة، هو المحاضر، وهذا الأستاذ في الجامعة الرسول وقت العمل وقت التدريس بيبدأ من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء. ونتحدث 12 ساعة دراسة يومية، ولا يوجد أي أيام أجازة، لأنه حتى يوم الجمعة توجد صلاة. كل يوم يلتقون، يعني كل يوم في المسجد 5 مرات، ويجري التدارس واللقاء لتدارس بمعدل يوم 9 كلمات. فضلا أصلا لما بيكونوا في معارك، احنا سنعرض الآن الخريطة، فبتجد أنه عندك غزوات فكانوا ملاصقين للرسول صلى الله عليه وسلم 24 ساعة، مجرد فقط ساعات النوم. فهذه الفترة كافية لأي شخص يدخل هذه الجامعة أنه يخرج حافظا لهذا الكتاب كلمة كلمة، وكل كلمة قصتها. نحن الآن نحفظ القرآن الكريم كآيات حفظ، لكن الصحابة كانوا كل آية لها قصة، كل آية لها حكاية. هذه الآية نزلت وإحنا في غزوة أحد، هذه الآية نزلت وإحنا في غزوة بدر، هذه الآية نزلت لما فلان حصل خلاف بينه وبين زوجته، هذه الآية حصل لما حصل قتال بين كذا وكذا. فكل آية لها قصة، فهي محفورة في أذهانهم. هذا جرى على مدار 23 سنة. فإذا لدينا دليل مادي على أن الصحابة غالبيتهم كان يحفظ القرآن الكريم حفظا تاما، وخاصة الصحابة الذين آمنوا منذ الأيام الأولى، مثل أبو بكر، عمر، عثمان، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سيدنا علي بن أبي طالب، وغيرهم من كبار الصحابة. تعالوا نبدأ الآن ونرى تدوين القرآن الكريم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا حضراتكم خريطة الدولة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت عاصمة الدولة المدينة المنورة، وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاته كان يحكم هذه الدولة 3 ملايين كيلومتر مربع. وحصلت غزوات كثيرة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء حول المدينة إلى مكة إلى الصحراء، والصحابة معه في هذه الغزوات، يصلي بهم، يعلمهم، يقرأ عليهم القرآن. وهنجد هنا مسألة تدوين أو كتابة القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كل القرآن كتب في عهد الرسول. ما الدليل؟ الدليل هو القرآن نفسه كنص تاريخي. القرآن هو كتاب عقيدة، يعني أن هناك الله خلق الكون، هناك جنة، هناك بعث، هناك نار. كتاب أحكام حلال حرام، الخمر حرام إلى آخره. كتاب أمور غيبية، يعني مثل قصة سيدنا إبراهيم، قصة سيدنا نوح. فهذه الأمور غير المسلم يقول لك أنا لا أؤمن بها، أنت حر. لكن المسلم وغير المسلم، المسيحي واليهودي والهندوسي، يؤمنون أن هذا الكتاب نص تاريخي. كيف؟ عندما نجد في القرآن الكريم مثلا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، أنه قبيلة قريش، قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، تذهب في رحلة في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام. هنا القرآن ماذا يتحدث؟ يتحدث عن تاريخ. فالقرآن هنا تدوين للأحداث. فهذا النص يستشهد به المسيحي ويستشهد به المسلم والهندوسي والبوذي على أنه كان فيه رحلة لقبيلة قريش، قبيلة الرسول، وأنهم كانوا يعملون بالتجارة بين الشام وبين اليمن. فالقرآن الكريم عندما يتحدث عن أمر يعيشه الرسول والصحابة، فهذا واقع تاريخي. سواء احنا عجبنا المسلمين مش عجبنا المسلمين مش موضوع آخر، لكن هذا واقع تاريخي يقر به المسلم والمسيحي واليهودي وكله يعني. فهنا القرآن كحقيقة تاريخية. هنجد القرآن الكريم يتحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه نصوص مكتوبة، وأن الرسول كان يقول للمجتمع اللي هو موجود فيه كفار ومسلمين:
هذه النصوص أتتني من الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم، يعني أنتم بيخاطب المسلمين أهو، وبيخاطب الكفار، بيخاطب قوم الرسول محمد. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب. ويعلمكم الكتاب، إذن هناك كتاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الكتاب بمفهوم الآن كتاب ورقي، لكن الآن مثلا شخص يرسل لي صابر في كتاب مهم كذا، يرسل لي على الواتس، قل له ارسله لي. طبعا لن يرسل لي كتاب ورقي، يرسله لي PDF. فإذا أي نص مكتوب هو كتاب، وإن أخذ صورة اللفائف كما في حالة التوراة اليهودية، أو في الصورة الورقية، أو مكتوب على حجر، أو مكتوب على جلد، فهو نص المكتوب. فالقرآن هنا يخبر أن هناك كتاب مع الرسول، وأن الرسول يعلم الصحابة هذا الكتاب. إذا لم يكن في كتاب والرسول يقول هذا النص للصحابة، يقولون والله، أو الكفار كانوا يقولون هذا مجنون لأنه ما في كتاب. لكن هنجد فيه نقاش في آيات القرآن الكريم أن هناك قرآن موجود ومكتوب في عهد الرسول، وطبعا في كتاب الوحي، لكن هذا النص القرآن هو أعلى نص عربي موثوقية ومصداقية من أنه موجود من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. حضراتكم فعلا هل الرسول كان يعلم الصحابة القرآن؟ نعم، لأنه هنجد في السيرة أن الرسول يقوم بغزوات ويرسل صحابة، فستجدون يقولون في هذه الغزوة قتل 70 من القراء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كان الرسول يعلم على نطاق واسع. طيب تعالوا نأخذ الآيات الأخرى كحقائق تاريخية. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الكتاب لا شك فيه. يبقى إذن هو في يده. يعني أنا لو مسكت هذا وقلت لك هذه العلبة فيها سائل، إذن هناك علبة في يدي، صح؟ طيب فإذا الرسول القرآن الكريم لما يأتي ويقول ذلك الكتاب، إذن الرسول معه كتاب، ولم يكن القرآن نص شفهي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب. مرة أخرى نحن لا نتحدث عن نص شفهي، بل نص مكتوب، والصحابة يقرؤون ويصلون. فإذا يقول الرسول إذا هذا نص شفهي أين الكتاب؟ أيضا الله سبحانه وتعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يرجعون لهذا الكتاب اللي هو القرآن الكريم. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل إليكم الكتاب، ثم صفة مفصلا يعني مجزأ. فكما نعرف أن القرآن الكريم لم ينزل على الرسول بالترتيب الوارد في المصحف حاليا، إنما ممكن تكون يعني آيات في الجزء 30 نزلت في السنة الأولى، وآيات في الجزء الأول نزلت في السنة الأخيرة، وهكذا. مفصلا يعني منجما أو مفرقا، لأنه القرآن ليس كتاب نظري لم ينزل على الرسول والصحابة ظلوا 23 سنة يتدارسون فيه، بل يحدث الموقف الله ينزل يقول التصرف كان صح أو التصرف كان خطأ إلى آخر ما هنالك. لكن هنا نجد مرة أخرى تجد آيات كثيرة، أنا طبعا دي بعض الآيات فقط. يقول الله سبحانه وتعالى وما أنزلنا عليك الكتاب. أيضا انظروا هنا آية مهمة جدا، يقول الله ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. نركز في كلمة لو نزلنا. معنى هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول إن احنا لو أنزلنا عليك كتابا من السماء، الكفار جالسين والكتاب بينزل أمامهم من السماء، ثم أنت تستلمه وتقول لهم المسوه فيلمسونه بأيديهم، إن هذا الكتاب من عند الله، ماذا سيقولون؟ سيكذبون. فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ما الذي نفهمه؟ المعنى العكسي للآية أو السياق المحذوف من الآية. أي كلام له سياق محذوف. يعني أنا الآن أصور أمامكم فيديو في سياق محذوف أنت لا تشاهده لكن تعرفه، هو أنه أمامي كاميرا، هو أنه في جهاز مسجل، هو أنك عندك إنترنت في البيت، رغم أن أنا طوال الفيديو لم أقل لكم أن في كاميرا، ولا أن أنا شربت ماء كي أعيش طبعا وآكل كي أستطيع أن أتحدى، لكن هذا سياق محذوف، لكن يفهم بصورة تلقائية.
فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم معه كتاب أو نصوص مكتوبة فيها القرآن الكريم، والكفار يقولون له لا، هذا الكتاب من عندك أنت، من تأليفك أنت وليس من الله. فالله يقول يرد عليهم: نحن لو نزلنا هذا الكتاب عليك من السماء في قرطاس مكتوب أمامهم هكذا ولمسوه لن يصدقوا. وهنأتي في آية أخرى أن القرآن الكريم يقول الرسول: أنت لم تكتب هذا القرآن. وهنجد الروايات في صحيح البخاري وفي غيرها أنه فعلا كان هناك كتبة وحي. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول: وما أنزلنا عليك الكتاب لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. إذا نحن أمام نص مكتوب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني لو هذا الكتاب الذي مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو هذه النصوص المكتوبة هي القرآن، لو الرسول كان يكتب من قبل لقالوا نقله من كتاب سابق، لأنه تعلم الكتابة فقرأ كتب من سابقة فنقل منها. الآية هنا تخبرنا بواقع تاريخي أن هناك كتب مكتوبة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الكتابة كانت منتشرة، كان في كتب، أن الكفار كانوا يعرفون بأمر هذه الكتب، وكانوا يعرفون أن الرسول لا يكتب، وأن الرسول هو الذي يملي هذا على الصحابة اللي هم كتاب الوحي. ولكن كان الاختلاف: هل هذا النص الذي يمليه الرسول هو وحي من عند الله أم هو من داخل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا إثبات أن القرآن من عند الله هذا أمر سهل، يعني الإعجاز العلمي في القرآن، وأنا لا أريد أن أتحدث عن مثلا القرآن في آية تقول: والبحر المسجور، يعني البحر الذي فيه نار. والعرب عمرهم في حياتهم ما رأوا بحرا فيه نار، لأنه موجود في قاع المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي، البراكين المتفجرة يعني، وموضوع آخر. لكن نحن الآن نثبت أن القرآن كما كان موجود عند الرسول في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كتب كاملا في عهد الرسول، وسنأتي لماذا كاملا. هنا آية الدين في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمر الصحابة بأن يكتبوا أي دين. إذا شخص اقترض من مال أو باع أو اشترى فهناك أمر. فنحن في الإسلام لا نحتكم إلى الذمة، يعني يقول لك: هل تصدقني؟ تكذبني؟ الكلام ده ليس علمي. الإسلام هو دين العلم، يعني دائما في الإسلام كل شيء يقول: أين الدليل؟ الله سبحانه وتعالى يقول: قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا دليلكم. فما هو الدليل العلمي على هذا؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: في الدين اكتبوه. إذا كان الرسول والصحابة يكتبون أمور الدين، التعاملات بالدرهم والدينار، فأكيد أنهم كانوا يكتبون ما هو أهم من الدين، هو القرآن الكريم وحي الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تخيل: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. يبقى إذا كان في كتاب في تلك الفترة، يبقى إذا كان في كتابة هم بيكتبوا في التجارة، يبقى هؤلاء كانوا تجار، كانوا يكتبون، فإذا الكتابة معروفة وفي كتاب كثر. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه هذا الدين صغيرا أو كبيرا، يعني حتى لو دين تافه اكتب. إذا الكتابة كانت ميسرة وممكنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه الله يأمر بهذا. ثم يقول: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها، يعني استثناء. يعني أيضا الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يعني لو في سفر وتعذر بقى الحصول على الكاتب، لكن لو أنت مقيم في مكة أو مقيم في المدينة أو أنت مقيم لابد تأتي بكاتب. فإذا هناك فئة كانت تكتب وكانت الكتابة ممكنة. ده ما يخبرنا به القرآن الكريم كنص تاريخي. أيضا بعد ذلك عند كتابة المصحف في عهد سيدنا أبو بكر الصديق سنجد أنهم كانوا لا يقبلون إدخال أي كلمة في القرآن إلا إذا كانت مكتوبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا مثلا في صحيح البخاري، وطبعا الإمام البخاري أعلم عالم حديث في التاريخ الإسلامي كله، والكتاب راجعه 4 من كبار علماء الحديث في ذلك الوقت، منهم الإمام أحمد بن حنبل، تحت عنوان باب جمع القرآن الكريم، حديث 4986. الحديث يروي سيدنا زيد بن ثابت. زيد بن ثابت هو كاتب المصحف الموجود حتى اليوم. زيد بن ثابت كان عمره لما الرسول هجر للمدينة المنورة 11 عاما، وقيل 12 عاما، يعني كان صبيا بالغا.
أصلا احنا بنشاهد أطفال من سن 6 سنوات يحفظون القرآن الكريم. المهم زيد بن ثابت هنجد هو الكاتب الرئيسي للوحي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، هو الذي كتب المصحف في عهد أبو بكر، ثم هو الذي كتب المصحف في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبعد ذلك لما قتل سيدنا عثمان هو رفض يبايع سيدنا علي، وبعد ذلك لما عاش بايع سيدنا معاوية رضي الله عنه. يعني زيد بن ثابت كان يعتبر الخلفاء أبو بكر، عمر، عثمان، معاوية، اعتبار أن الخلفاء 4 بالترتيب الحالي. ده الحكم بتاع الإمام أحمد بن حنبل، هو الذي قال نربع بعلي، يعني نجعل سيدنا علي هو رابع الخلفاء الراشدين. لكن الصحابة لم يأخذوا بالتربيع، ولم يأخذوا بفكرة أن هم الخلفاء 4 ولا 30. هذه طبعا روايات الشيعة كلها. في صحابة كانوا يأخذون بأن علي هو رابع الخلفاء الراشدين، وصحابة كانوا يأخذون بأنه سيدنا معاوية هو رابع الخلفاء. طيب الحديث طويل هنعود له، لكن يهمنا الجزء الأخير منه. يقول بعد وفاة الرسول تتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. يعني كان مكتوب في جلود، مكتوب في حجارة، مكتوب في رق، مكتوب في أوراق شجر، أوراق نخيل، جريد النخيل، في عظام، أكتاف، حسب المتاح بقى، لأن هذه بيئة يعني هو المهم مبدأ الكتاب. فهو كان يجمعه، فبيجمع النص المكتوب. فلما جمع النص هو عنده أصلا هذه النصوص مكتوبة، وفي صحابة آخرين عندهم نصوص مكتوبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه القرآن بيستدعي الصحابة المتاحين له اكتب يا فلان، اكتب يا فلان كما سنأتي. فخلال عملية الجمع اكتشفوا أنه فيه آيات هم يحفظونها والرسول كان يصلي بهم في المسجد، ولكن النص المكتوب غير موجود. فيقول ماذا؟ حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره، وهي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمة براءة. يعني حتى وجد هذا النص مكتوبا عند صحابي واحد هو أبو خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع غيره، يعني لم يكتبها للرسول غيره. لكن واضح أن الرسول كان يملي القرآن الكريم على أكثر من صحابي. هذا مفاد ما يقوله، لأن هو يعرف بوجودها. ولو يعني لو كان سيدنا زيد لا يعلم بوجود هذه الآيات كان المفروض يكون الرواية إيه؟ حتى جاءني أبو خزيمة الأنصاري وقال لي أنا عندي نصوص في القرآن وأنت ما كنتش تعرف بل لم تكن تعلم بها. لكن هو يعلم بوجودها، ولكن القاعدة أن احنا لا نقبل أن يوضع في القرآن نص لم يأمر الرسول بكتابته على أنه من القرآن، وهنأتي إلى كيفية التثبت من ذلك. لكن هذا يوضح لنا هنا القرآن الكريم كنص تاريخي مرة أخرى يخبرنا أن الرسول كان يحفظ القرآن وأن الصحابة كانوا يحفظون القرآن. هنا نص تاريخي، الله سبحانه وتعالى يقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. إذن ثلثي الليل والرسول يصلي بإيه؟ بالقرآن يوميا. يعني تخيل الرسول كم كان يكرر القرآن في الصلوات الخمس وثلثي الليل. تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إذن هناك صحابة كل يوم يصلون خلف الرسول أو فرادى نصف الليل أو ثلثي الليل بالقرآن الكريم. فأنت 9 كلمات يوميا بتصلي بهم 5 مرات بتكررهم حتى نصف الليل. والله يقدر الليل والنهار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض. يعني أنه صعب أن الكل يحفظ ويقرأ، ولكن فيه طائفة لكن اللي عندهم ظروف خلاص معفيين من هذا. أيضا هنا الله سبحانه وتعالى يقول للرسول لا تحرك به بالقرآن لسانك لتعجل به. ما المعنى؟ لا تحرك لسانك حتى لا تنسى. الرسول عندما ينزل عليه القرآن سيدنا جبريل يظل يردده 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 يخشى أن ينسى. فالآية تقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه كما ذكرنا أن القرآن نزل غير مرتب، فجمع القرآن في تلك الفترة معناها رتبه، يعني سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران، وهكذا بالترتيب اللي هم 30 جزء. فربنا يقول له نحن سنحفظ هذا القرآن لا تخشى،
إن علينا جمعه. وإحنا هنأتي في الروايات يقولون فلان جمع القرآن. جمع القرآن أي حفظه بترتيبه الحالي، كما سنأتي في الروايات التاريخية. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك يعني إحنا هنخليك تحفظ القرآن فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى، هنجد هذا النص القرآني يتكرر في الروايات في صحيح البخاري ومسلم، أنه جبريل كان يعرض القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كل عام، يعني يراجع معه القرآن. وفي عام وفاته راجع معه القرآن مرتين من الأول للنهاية. فهنا نكتشف أنه القرآن الكريم يخبرنا أن الله هنا يقول للرسول نحن سنرسل لك جبريل يحفظك ويراجع معك القرآن فلن تنساه فلا تخشى. وهذه الآية أيضا نص تاريخي، لأن الصحابة كانوا يقرؤونها فيقول الرسول ما هذا؟ فيقول لهم جبريل يأتيني ويراجع معي القرآن. وعندما نذهب لصحيح البخاري سنجد نفس الأمر. الصحابة يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يبلغهم أن جبريل يأتيه كل سنة في رمضان يراجع معه ما نزل من القرآن الكريم، يعني بالترتيب بالبداية بكل شيء. هنا في صحيح البخاري بالمناسبة البعض عشان يعني البعض بيعتقد أن البخاري ألف صحيح البخاري من حفظه، وهذا غير صحيح. والبخاري كان فعلا يحفظه يعني، لكن كانت هناك كتب مكتوبة في الحديث الشريف قبل البخاري ب100 سنة، وكانت هناك كتب خاصة بمجالات مختلفة فيها أحاديث شريفة. يعني مثلا أحد أبناء الصحابة كاتب كتاب عن غزوة بدر، أبيه شارك في غزوة بدر، فكاتب كتاب عن غزوة بدر، ماذا قال أبو جهل، ماذا قال أبو لهب، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف دارت القتال، كيف حدثت المعركة. فهناك أقوال للرسول، فتجد أقوال للرسول في كتاب عن غزوة بدر، أقوال للرسول في غزوة أحد، أقوال عن الرسول في مثلا عن اليمن إلى آخره. فماذا فعل الإمام البخاري؟ جمع هذه الأقوال ووضعها في كتاب واحد. وطبعا البخاري ألف كتب كثيرة قبل هذا يعني. وهذا يشبه أنت لما تيجي تعمل رسالة دكتوراه أو بحث عن موضوع معين، ماذا تفعل؟ تأخذ كل ما قيل في هذا الموضوع من الكتب السابقة. فهمنا؟ طيب أنا اكتب على اليوتيوب صبر مشهور صحيح البخاري، أنا شرحت هذا من قبل بالتفصيل، وبإذن الله إن شاء الله خاص حلقة موسعة عن صحيح البخاري وكيف جرى تدوينه يعني. صحيح البخاري أيضا يروي لنا نفس هذه الروايات، يعني نفس ما ورد في القرآن نجده يرد في صحيح البخاري على لسان الصحابة. الحديث رقم 4997. عبد الله بن عباس ابن عم الرسول وابن عم سيدنا علي، وعبد الله بن عباس كان والي سيدنا علي على البصرة ثم انشق عنه وتركه وعاد للمدينة المنورة، وهو أعلم الناس بالقرآن يعني، أو من كبار الصحابة العلماء بالقرآن الكريم يعني. فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان. لماذا؟ لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ 30 يوم يعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن. والله واحد مسيحي هندوسي بوذي يقول لك أنا لا أؤمن بهذا، لا أؤمن أن جبريل يأتي محمد وكذا، خلاص حقك. لكن الرسول كان يخبر الصحابة، هذه حقيقة تاريخية، أن جبريل كان يأتيه كل يوم في رمضان يراجع معه القرآن، والرسول يحفظ القرآن. ونجدها في القرآن سنقرأك فلا تنسى. الله يقول له نحن سنجعلك تقرأ. طبعا سيدنا جبريل هو الذي يجعل الرسول يقرأ. فإذا الرسول كان يقول لأصحابه جبريل يأتيني ويقرئني القرآن. هنا حقيقة تاريخية أخرى، هل الرسول كان يحفظ القرآن أم لا؟ نعم. لماذا؟ أولا الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان لا يحفظ القرآن لأخطأ فيه، لأنه هو بيصلي الفجر والظهر والعصر وكل الصلوات ويقوم الليل وإلى آخره. فمعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا برضو في قيام الليل، هذا معناه صلاة التراويح. أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح ده اللي أنا أجده من الآية، صلاة التراويح كانت تقام بالرسول صلى الله عليه وسلم. الروايات يا جماعة لا تقوم حجة على تصرفات الرسول. الروايات لا تقوم حجة على تصرفات الرسول. يعني الصحابة سلمونا القرآن ككتاب، قالوا لنا هذا هو القرآن. لو جاء راوي وادعى أن آية هذه ليست من القرآن أو أن هناك آية خارج القرآن لا نقبل هذه الرواية. فهمنا؟ طيب
فالذي نفهمه من الأحاديث في صحيح البخاري ومن القرآن الكريم نفسه أن الرسول كان يقوم ثلثي الليل أو نصفه ومعه طائفة، إذا كان هذا يحدث طوال العام فالأولى أن يحدث أيضا في شهر رمضان إذا كانت تقام صلاة تراويح في شهر رمضان. موضوع آخر، فالرسول كان يحفظ القرآن. طب لو الرسول نص من تأليفه ويؤلفه يعني من خياله، يعني كما يعتقد المسيحيون أو غيرهم، في هذه الحالة إذا قرأه في صلاة الفجر سيخطئ في صلاة العشاء، سيخطئ في صلاة المغرب، الصلوات الجهرية، سيخطئ في قيام الليل، هو يقرأ بصوت جهوري، كان هيخطئ. لكن نحن نجد 23 سنة لم يقل أحد إن محمد يخطئ في القرآن. الرسول ليس معه كتاب أصلا، لأن هو لا يستطيع القراءة والكتابة، فالنصوص المكتوبة ليست في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه حتى الذي نجده من رواية زيد بن ثابت يقول هذه الآية التمسناها عند أبو خزيمة الأنصار، التمسناها كنص مكتوب، وليس عند السيدة عائشة قالوا لها هات الكتب من عندك أو الصحف المكتوبة من عندك. فالرسول كما يخبرنا القرآن لا يقرأ، لم يخط بيمينه كتابا إذا لارتاب المبطلون، فهو لا يقرأ ولا يكتب، فهو نص يحفظه. فالسؤال كيف يمكن الإنسان أن يحفظ نصا، يعني ينشئ نصا؟ أنا ممكن أنا بحدث بارتجالي، يعني لا يوجد نص مكتوب أمامي كما تشاهدون يعني. فأنا الآن سجلت هذا الفيديو مدته ساعة، لو طلبت مني في نفس اليوم في مرة أخرى يا صابر اشرح لنا هذا الفيديو بنفس الكلمات، لا أستطيع، يعني يستحيل. أنا شخصيا لا أعرف إنسانا استطاع أن يكرر نصا قاله بنفسه مرتين في نفس اليوم أو بعد الشهر، أو إلا إذا كان كتبه ويحفظه، يعني يكتب كي يراجع الكتابة. لكن هذا الرسول كان النص يقوله ثم يكرر، نص القرآن يقوله ثم يكرره، لا يوجد فيه أي تغيير ولا تحريف. إذا هناك من كان يحفظ الرسول، فاذكروا لنا من هو الذي كان يحفظ الرسول. القرآن والصحابة يخبرنا أنه هو سيدنا جبريل. احنا بنقول للملاحدة وهؤلاء قولوا لنا من كان يحفظ الرسول القرآن. طيب خلي بالكم، يعني هذه الوقائع بتردنا عن أكثر من شاهد. وخلي بالكم مثلا يعني الزهري ده إمام شيخ، يعني هؤلاء الرواة هم شيوخ. عبيد الله ابن عبد الله ابن عباس، عبيد الله كان والد سيدنا علي، وبعد ذلك انضم لسيدنا معاوية، فده من الصحابة أيضا بالمناسبة يعني. أيضا حديث 4998 في صحيح البخاري عن سيدنا أبو هريرة صحابي آخر يقول كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، يعني جبريل يعني، فعرض عليه مرتين، وكان يعتكف كل عام 10، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه، يعني ظل 20 يوم في المسجد اعتكاف. أيضا في صحيح البخاري باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي. قال مسروق عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن فاطمة أسر إلي النبي، حدثها يعني أو قال لها أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر لأجلي. فإذا حقيقة تاريخيا الرسول كان يقول هذا. أيضا في صحيح البخاري، لازلنا مع صحيح البخاري، باب تأليف القرآن الكريم. تأليف القرآن الكريم المقصود به وضع الصور بالترتيب، يعني سورة البقرة، سورة آل عمران، هم بنفس الأجزاء، يعني بنفس الترتيب الصور الموجود في القرآن الكريم. لأنه القرآن الكريم يقول أن الله سبحانه وتعالى يخبر الرسول أنه أنزل القرآن مفصلا مجزأ وليس بالترتيب. هنجد الأحاديث تخبر نفس الشيء. فهنا حديث رقم 4993 عن يوسف ابن ماهك قال كنت عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوجة الرسول إذ جاءها عراقي، رجل من العراق، وقال لها يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك آية قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه من سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر قالوا لا ندع الخمر أبدا،
ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عند الرسول، يعني تزوجته يعني. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي الصور. الذي نفهمه طبعا هذه الواقعة، جاء رجل عراقي، يعني معناها لأن العراق فتحت في عهد عمر بن الخطاب، ويعني وأصبحت أيضا في عهد عثمان جزء من الدولة. فمعناها هذه الواقعة حدثت إما في عهد عمر بن الخطاب أو في عهد عثمان بن عفان. والواقعة معناها أنه أهل العراق كانوا يحفظون سور القرآن لكن دون ترتيب، يعني هل سورة البقرة أولا، سورة آل عمران، سورة التوبة، سورة الأنفال، أي الصور أولا إلى آخره. وهذا الذي نفهمه من الرواية. وطبعا احنا كما نعلم في الصلاة ممكن تقرأ مثلا بسورة ياسين، ممكن تقرأ بسورة التوبة وهكذا. فهنا هو يريد أن يقرأ بالترتيب، فهذا الترتيب غير موجود إلا عند مصحف السيدة عائشة، مصحف سيدنا أبو بكر. واضح هذا قبل إرسال سيدنا عثمان للمصاحف. يعني لأنه لو الواقع ده حصل بعد إرسال سيدنا عثمان للمصاحف ما كان حاجة أنه يذهب إلى المدينة المنورة ليعرف ترتيب الصور. أيضا نذهب إلى كتاب سنن أبو داود، وهو أيضا من كتب الحديث. هنجد أيضا رواية الحديث رقم 786 عن ابن عباس يقول قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى براءة، سورة براءة، وهي من المئين، وإلى الأنفال وهي من المثاني، فجعلتموهما في السبع الطوال، أول سور 7 طويلة يعني، ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا لم تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم بين السورتين؟ قال عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يعني ينزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له. إذا في ناس بتكتب للرسول وهم عدد مجموعة، ويقول ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما سيدنا جبريل يأتيه ويقول له في قرآن الآيات كذا وكذا، وهذه الآيات ضعها في سورة البقرة بعد آية كذا وقبل آية كذا. فهمنا؟ وتنزل على الرسول الآية والآيتان فيقول مثل ذلك. فكانت الأنفال من أول ما نزل عليه بالمدينة، وكانت براء آخر ما نزل من القرآن. ركزوا في الجزئية دي. وكانت براءة آخر ما نزل من القرآن. لما قالوا فيه يا جماعة آيات في سورة براءة آخر حاجة، عند من الذي كتبها؟ وجدوها عند صحابي واحد، لأن هي نزلت فين؟ قرب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم تكن النص مكتوب عند أكثر من صحابي. كانت براءة آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فمن هناك وضعتها في السبع الطوال ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. هنا حضراتكم كتاب الوحي، وكل هؤلاء الصحابة كانوا يكتبون القرآن. فكاتب الوحي أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما نعلم في قصة إسلامه المشهورة، ولسنا في باب إن كانت صحيحة أم رواية شائعة، لكن الرواية الشائعة أنه ذهب لأخته لما واحد قابله في الطريق وقال له أختك أسلمت، فذهب لأخته، فأخته أخفت نص من القرآن كانت تقرأه مع زوجها. ركز، كان في نص في سورة طه، يعني سورة طه كانت مكتوبة في نسخة منها موجودة عند مين؟ عند أخت عمر بن الخطاب. فإذا كان هناك المسلمون يتداولون القرآن نصا مكتوبا، وهو لما ذهب هي أخفت هذه الصحيفة، ولكنها سقطت الصحيفة على الأرض، فعمر بن الخطاب رآها وقرأها، يعني كان في نص وفي مكتوب. فأيضا عمر بن الخطاب كان من كتاب الوحي، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام. نركز في هؤلاء الصحابة الخمسة. هؤلاء أسلموا من السنة الأولى، بل من اليوم الأول لدعوة الرسول للإسلام. يعني من أول ما القرآن ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء موجودين وحاضرين ومعايشين كل شيء. وهؤلاء لأنه دول دورهم مهم جدا في تدوين القرآن. أبو بكر الصديق أول من كتب المصحف. كيف كتب القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يكتب على عظمة وتوضع، يكتب على جلد غزال مثلا ويوضع، تنزل آية من سورة البقرة، آية من سورة الأنفال، آية من سورة التوبة، وهكذا. فالقرآن كله مكتوب
لكن غير مؤلف، يعني غير مرتب، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة المائدة، وهكذا. الترتيب ده حصل في عهد مين؟ عهد أبو بكر الصديق. الترتيب ده كان معروف في صدور الرجال. أين نضع هذه؟ أين نضع هذه؟ لأنهم بيحفظونها. عمر بن الخطاب تأخر إسلامه 3 سنوات تقريبا. عثمان بن عفان رضي الله عنه، طبعا شخصية غاية في الخطورة، عثمان رضي الله عنه، ودفع حياته كي ينقذ القرآن الكريم. تخيلوا، الناس بتقول سيدنا عثمان لو تنازل عن الخلافة والسبائية خلعوه. السبائية كانوا يريدون تحريف القرآن الكريم، والسبائية اليوم هم الشيعة، وهم الآن يقولون القرآن محرف، يعني بيفصحوا بكل وضوح عن هدفهم يعني. وبعد ذلك هم نصبوا سيدنا علي. يعني أنت هات لي أي كتاب تاريخ سني شيعي عفر، أي كتاب هيقول لك إن سيدنا علي جرى تنصيبه بالقوة المسلحة في المدينة المنورة. دي مسألة تاريخية، واقعة تاريخية. فلو كان سيدنا عثمان، هم ما كانوا يريدون قتل سيدنا عثمان، هم حاصروه 70 يوم، كانوا يريدون أنه يخلع نفسه. فإذا خلع نفسه وجاءوا بسيدنا علي، سيدنا علي كان راجل طيب، هم كانوا مدركين هذا، أنه يسهل التخلص من علي، كان مرحلة انتقالية. يعني يشبه كده خلع السلطان عبد الحميد وجاءوا بأخيه محمد رشاد، مرحلة انتقالية. يشبه أردوغان في تركيا، الرئيس التركي لما جاب عبد الله جول كأول رئيس إسلامي لتركيا، مرحلة انتقالية. يشبه الرئيس مرسي في مصر، جاء مرحلة بين حكم العسكر ومفروض بقى يأتي بعد ذلك الحكم الإسلامي، فالعسكر رفضوا الشخصيات القوية مثل حازم صلاح أبو إسماعيل، وأتوا أو وافقوا على أن محمد مرسي فقط يترشح، لأنهم يعلمون أنه يمكن التخلص منه بعد ذلك. فهو اللي بيلعب دور محمد مرسي في مصر، محمد رشاد في الدولة العثمانية، عبد الله جول في تركيا المعاصرة، كان هو سيدنا علي بن أبي طالب. فدائما هتجد في المراحل الانتقالية في شخصية بتكون مقبولة من النظام القديم ومن النظام الجديد، من النظامين المتشاكسين. النظام القديم بيعتبروا منهم، والنظام الجديد يقولون نتخلص منه في الوقت المناسب، يسهل التخلص منه. طيب، فسيدنا عثمان له عدة أدوار مهمة. الدور الأول أنه هو أسلم من اليوم الأول في الإسلام، خلي بالكم، وكان كاتب، كان تاجر أصلا، تاجر غني جدا، والتجارة جزء منها الكتابة، كما نشاهد في القرآن الكريم لابد في التجارة والدين نكتب. وسيدنا عثمان كان يكتب الوحي، ثم كان هو الخليفة اللي وزع المصاحف. سيدنا أبو بكر ماذا فعل؟ سيدنا أبو بكر عمل صحف، يعني صفحة 1، صفحة 2، صفحة 3، صفحة 4، المصحف، لكن لا يتداول، يعني غير مربوط، يعني هو مصحف موجود وخلاص محطوط. سيدنا عثمان ماذا فعل؟ هو جعله في صورة كتاب يجري تداوله. فهتجدوا اللي تولى الحفاظ على القرآن ورعاية القرآن هم الذين أسلموا من اليوم الأول. طلحة بن عبيد الله أسلم من اليوم الأول، الزبير بن العوام أسلم من اليوم الأول، هؤلاء طبعا أهم 10 في الصحابة. علي بن أبي طالب أسلم من اليوم الأول. أبو أيوب الأنصاري، ده الصحابي طبعا اللي الرسول نزل في بيته واستشهد في القسطنطينية سنة 51 هجري، وكان يقود الجيش سيدنا يزيد بن معاوية رضي الله عنه. أبي بن كعب ده صحابي مهم جدا، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بنفسه القرآن، وكان يوكل لصحابة آخرين تعليم القرآن. من أهم الصحابة اللي بيوكل لهم الرسول تعليم القرآن سيدنا علي بن أبي طالب، كان من معلم القرآن. سيدنا أبي بن كعب من معلم القرآن. زيد بن ثابت من معلم القرآن وكاتب الرسول. زيد بن ثابت أهم شخصية بالنسبة لكتاب الوحي، وهذا ما سنجده دائما. ولما الرسول توفى أصبح زيد بن ثابت يكاد يكون المعلم الرئيسي للقرآن، لأنه مثلا هيجي لنا في الروايات يأتي مثلا مسلمون يقولون لسيدنا علي علمنا القرآن، فيقول لهم لا تشغلوني، اذهبوا لزيد، لأنه هو في إدارة الدولة. الناس تأتي لسيدنا عثمان بن عفان ويسألون في القرآن، فيقول لهم اذهبوا لزيد بن ثابت وهو سيخبركم، يعني كان هو المعتمد. يعني معاذ بن جبل، الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قالوا بما تحكم؟ قال بكتاب الله، كان يحفظ القرآن أيضا حتى إرساله إلى اليمن. أيضا محمد بن مسلمة رضي الله عنه من كبار الصحابة في المدينة، رفض يباح سيدنا علي. محمد بن مسلمة كان من كتاب الوحي. حذيفة بن اليمان من كتاب الوحي. عبد الله بن أبي السرح، طبعا الرواية تقول أن عبد الله بن أبي السرح يرتد، دي رواية شيعية يعني بالمناسبة، انتبهوا لهذا. خالد بن الوليد رضي الله عنه، طبعا في مسلسل خالد بن الوليد في إساءة خالد بن الوليد أنه لم يكن يتفقه في الدين، وده كلام تهريج، لأنه خالد كان قائد جيش لسنوات عديدة، يعني قائد جيش بيحدث فيه زواج وطلاق ونزاعات، وهو صاحب الفيصل النهائي في هذا.
فلا طبعا يعرف، هو الذي يؤم الناس في الصلوات، في 5 صلوات، يعني هو كان قائد الجيش والإمام يا جماعة. أيضا سيدنا المغيرة ابن شعبة، ابن المغيرة، وده فاتح إسلامي كبير وممن فتحوا بلاد فارس، وطبعا الشعب يشتمونه شتيمة شديدة يعني، لأنه رفض يبيع سيدنا علي وبيع سيدنا معاوية بعد ذلك، يعني هو يعتبر الخليفة الرابع سيدنا معاوية. عمرو بن العاص رضي الله عنه أيضا كان من الكتاب، وعمرو بن العاص كان تاجر كبير كما نعلم، وكان سفير دولي في تلك الفترة، وفاتح إسلامي، فتح مصر وفتح فلسطين وفتح ليبيا وفتح عمان، أو أدخل عمان الإسلام بالمفاوضات. وأيضا كان رجل يصلي بالناس، هو اللي قائد الجيش وبيصلي بهم وبيفتي فيهم. سيدنا معاوية رضي الله عنه، طبعا معاوية رجل مثقف وعقلية كبيرة يعني. نأتي الآن إلى عهد أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول خليفة للمسلمين، وأول من جمع القرآن. طب وماذا كان فعل الرسول؟ الرسول أول من كتب القرآن، أول من دون القرآن. طبعا لما نقول أول من دون، يعني لما يكون شخص إما بيدون بنفسه أو بيكلف غيره يدون يعني. فطبعا الكتاب الوحي هم الذين دونوا القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقرآن كله مكتوب في عهد الرسول. ما معنى أبو بكر جمع القرآن أو تأليف القرآن؟ طبعا ليس بمعنى تأليف هذه الأيام، يعني طبعا اللغة جرى تحريفها. لما الإنجليز احتلوا العالم الإسلامي جعلوا الأرمن هم المسؤولين عن مناهج كتابة اللغة العربية في المدارس، لكن المقصود هو أنه سورة البقرة أولا، سورة آل عمران ثانيا، أبو بكر الصديق سيقوم بعملية جمع القرآن. طب لماذا فعل أبو بكر الصديق هذا؟ نص مكتوب، لأنه أي نص مكتوب لابد له من شهود، فبدأ الشهود وهم الصحابة يقتلون في المعارك. فالنص المكتوب يمكن تحريفه طالما الشهود عليه سيموتون، وهذه كانت الخطورة. ولذلك أي كتاب في الدنيا لابد يكون نص مكتوب، ولابد يكون فيه عليه شهود كما سنوضح الآن. واللي متبع في العالم كله في أساليب إثبات أن هذا الكتاب لصاحبه، يعني كتاب من 500 سنة، من 1000 سنة، كيف نثبت أن هذا الكتاب ألفه هذا الشخص؟ لأن أنا ممكن اليوم أكتب كتابا وأضع عليه اسم أي شخص، أضع عليه اسم الرئيس الأمريكي، أضع عليه اسم ملك بريطانيا، فما الذي يثبت أن هذا الكتاب من تأليف ملك بريطانيا أو كذا؟ لابد من شهود، سنأتي لذلك. وهذا المنهج العلمي الذي المسلمون اتبعوه من 1400 سنة. طيب الذي حدث في عهد أبو بكر الصديق، هذه الدولة في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند وفاته حدث حروب الردة. حصل أن القبائل العربية تمردت. طبعا لماذا القبائل العربية تمردت؟ ننتبه أنه المدن الثلاثة الرئيسية هي التي أسلمت في عهد الرسول: المدينة، مكة، الطائف. لكن باقي الجزيرة العربية في بعضهم أسلم قبل ذلك، ولكن الغالبية أسلمت في ما يسمى بعام الوفود، يعني قبل وفاة الرسول بعامين. فتخيل أنت لو أسست دولة خلال عامين أصلا السكان الجدد في الأراضي المضمومة حديثا لن يكونوا قد فهموا رسالتك أو هدفك، أو يعني لن يكون قد في غضون عامين تكون مفهوم الأمة. حضرتك لما بتنقل تسكن في مدينة جديدة محتاج 5 سنوات كي تعرف شوارع المدينة يعني. المهم، فالذي حدث أن خرجت جيوش المسلمين في حروب الردة إلى اليمن. اليمن غالبيتها لم يرتد، لكن فيها من ارتد، وهذه المناطق، وأهم شيء اليمامة ومنطقة بني حنيفة. المهم جيوش المسلمين بالأساس الصحابة. فحدث مقتلة عظيمة لحفاظ القرآن الكريم من الصحابة في موقعة اليمامة اللي هي في هذه المنطقة. بالمناسبة أنه نجد سيخرج منها قرن الشيطان. أي حديث يعني يزم في منطقة معينة افحصوه جيدا ستجدوا خلفه شيء. فهمنا؟ المهم، حصل في منطقة اليمامة أو ما يعرف اليوم بنجد أو منطقة الرياض في السعودية، حصل مقتل عدد كبير جدا من الصحابة حفاظ القرآن الكريم. فهنا عمر بن الخطاب ذهب لأبي بكر الصديق الخليفة وقال له: أدرك القرآن، لأن هؤلاء هم الشهود على هذا القرآن. بمعنى اليوم هذا النص، افترض ان انا صحابي موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول قال لي: انا اسمي صابر، اكتب يا صابر هذا القرآن. فانا اكتب. بعد ان اموت ويبقى هذا النص، الرسول كشاهد مات، انا ككاتب مت، اقاربي او اصحابنا اللي كانوا موجودين وشاهدوا انه هذا النص، فبعد ذلك
هذا النص ماذا سيكون؟ هل كان دعاء أم له الرسول؟ هل هو قرآن؟ هل هو نص آخر؟ هل هو قصة تاريخية؟ هل أنا كتبت؟ يعني أنت تجد في القرآن قصة سيدنا موسى، فنحن كيف نعرف أن قصة سيدنا موسى المذكورة في القرآن ليست من كتابة كاتب في مصر مثلا؟ وممكن يكون أنا كنت قرأت في التوراة اليهودية وكتبت قصة سيدنا موسى من التوراة اليهودية، وليس هذا من الوحي الذي أوحى الله على الرسول. انتبهوا لهذا، أي نص مكتوب في الدنيا يحتاج إلى شهود لإثبات طبيعته. تعالوا كده نرى الآية القرآنية وهي بتحدد لنا هذا المفهوم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ماذا نفعل؟ فاكتبوه. يبقى فيه دليل مادي اللي هو الكتابة. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. يبقى احنا عندنا كم شرط يا جماعة؟ عندنا الشرط الأول الكتابة، الشرط الثاني كاتب بالعدل، الشرط الثالث شهيدين. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ الرسول كان عنده كاتب وحي اللي هو كاتب العدل، كان عنده شهود لأن الرسول كان يعني يملي هذا في علن. ثم هو نفسه الرسول ماذا كان يفعل؟ في الصلاة يقرأ عليهم هذا القرآن. ثم الرسول كان يعلمهم، واحنا تناولنا الآيات اللي الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن الرسول كان يعلم الصحابة القرآن. فإذا هناك نص مكتوب وفي صحابة في شهود كثر على أنه هذا النص هو قرآن وليس نص لأي شيء آخر. اليوم حضرتك إذا ذهبت إلى بنك ماذا يحدث؟ بتقوم توقع على أوراق أنك سحبت أموالك من البنك، ثم يوقع موظف البنك، ثم يوقع رئيسه. ففي عندك كاتبين يشهدان عليك أنك سحبت، الموظف ورئيسه، وأنت نفسك توقع. يعني هنجد ثلاثة، أنت بتكتب، موظف البنك ورئيسه. هنا في الإسلام ماذا؟ كاتب العدل والشاهدين، ثلاثة. ده في بنك في أمريكا، بنك في أي مكان آخر. تقول لي ولكن يحدث أنه أنا بأجعل شخص يكتب لي شيك أو حوالة مصرفية وأذهب بها إلى البنك، وهذا الدليل الكتابي دليل قطعي غير صحيح. أنا بصفتي كصحفي عملت في المحاكم عديد من قضايا الشيكات، الشخص يأتي للقاضي ويقول له أنا فعلا وقعت على هذه الأوراق، لكن تحت الإكراه. أتى 10 أشخاص ومعهم سلاح وقالوا لي قم بالتوقيع، فلا يوجد شهود، فلا بد في شهود، فالقاضي يحكم بالبراءة بعد تحقيقات يعني. طيب تقول لي طب أنا أذهب إلى موظف البنك ومعي الشيك المكتوب، وهذا كافي؟ غير صحيح. موظف البنك هو شاهد، فهو خبير يحكم، لأنه مثلا إذا أنت جئت بسلاح فوق رأسي وقلت لي اكتب، سأكتب. هنا الخبراء ماذا يفعلون؟ يقولون هذه الكتابة تمت تحت الضغط، تحت الإكراه، تمت بكذا. فستجد أن النص الكتابي وحده لا يصلح كدليل. فإما الشهود وقعت الأمور تحت أعينهم حوسهم، أو شهود خبرة. مثلا حصل في فرنسا، صديق لي حصلت مشاجرة مع فرنسيين، فجاءت الشرطة الفرنسية ولكن المشاجرة خلصت، ولكن في المحكمة يقول لي صديقي هذا فوجئت أن المحكمة استدعت ضابط الشرطة الذي حضر وكده ولم يشهد شيء أصلا، وسأله القاضي ماذا شاهدت؟ قال أنا لما جئت وجدت المشاجرة انتهت، ولكن وجدت محمد اللي هو المسلم يعني وجدته في حالة خوف، ووجدت مايكل الفرنسي عينه مفتوحة وغاحظة وفي حالة غضب وحركة ونشاط. فهنا ضابط الشرطة بصفته خبير عرف يعني يسترجع الأحداث بأثر رجعي. فخبير الكتاب أو خبير الخطوط هكذا. طيب اليوم في نسبة أي كتاب لصاحبه، كل دول العالم فيها دار حكومية للكتب، تسمى في مصر دار الكتب القومية. أنت عندما تؤلف كتابا كي لا يأتي شخص آخر ويقول هذا كتابي، ماذا تفعل؟ تذهب إلى دار الكتب وتعطيهم نسخ من هذا الكتاب، والموظفين يمضون لك بالاستلام. أنت تقول للموظفين أنا الذي كتبت هذا فاشهدوا، فيشهدون. حضرتك تموت، الموظف كل ما يموت في موظفين يأتون يستلمون العهدة، ففي كتاب مكتوب وفيه راوي لهذا الكتاب اللي هو الموظف الحكومي اللي هو مسؤول في دار الكتب.
لذلك في المخطوطات القديمة، يعني لما يجي مثلا كتاب تاريخ الطبري، كتاب صحيح البخاري إلى آخره، تجدون على أي كتاب يقول لك إيه؟ تحقيق الدكتور بشار عواد. يعني ماذا أنت ألفته يا دكتور بشار؟ يقول لك لا، ماذا فعلت أنا؟ أنا أشهد أن هذا من تأليف البخاري. ثم يقدم أدلته، أنه أدلة خارجية، أدلة من داخل النص، أنه أنا وجدت نسخ للبخاري في الهند وفي مصر وفي اسطنبول وفي مكتبة الأندلس وفي مكتبة لندن، وجدت النسخ واحدة، أنه داخل النص مكتوب البخاري، أنه اكتشفت أن هذا خط البخاري. يعني أنا لا أريد أن أدخل في مجال تحقيق المخطوطات، لكننا سنشاهد أنه حتى في الكتب التاريخية القديمة يأتي شخص خبير مختص ويشاهد ويقول عندنا نص مكتوب وهناك من يشهد بهذا النص يتبع مؤلفه. طيب إذن نحن كي أبو بكر الصديق رضي الله عنه في نصوص مكتوبة، نصوص القرآن مكتوبة، والصحابة يشهدون أن هذه هي نصوص القرآن. هنا عمر بن الخطاب تنبه إلى أن الشهود على هذا النص المكتوب سيموتون، ويختلف الناس في هذا النص، كلام الرسول، كلام الصحابة، كلام من؟ فقال إذا لابد أن احنا نجمعه، نجمعه في مكان واحد ونقوم بتأليف القرآن، يعني نجعله مرتبا. سورة البقرة آية 1 آية 2 آية 3 إلى آية 200، لأنه ممكن آية 200 نزلت قبل آية رقم 1، وآية 1 موجودة في مكان وآية 200 موجودة في مكان، فنحن الشهود على هذا الترتيب. فأبو بكر ماذا سيفعل؟ هيعمل المصحف. يعني القرآن كما ذكرنا كان ممكن مكتوب على عظم، على جريد النخيل، على أوراق، فهذا لا تستطيع أن تنقله. يعني ممكن القرآن موجود لو جمع بهذه الصورة هيجمع في حجم غرفة أو غرفتين، ولا تستطيع أن ترتبه أصلا، يعني لا يمكن تداوله. أبو بكر عملوا إيه؟ عملوا فقط من الصحف، والصحف دي جلود، لكن أصبح في صفحة 1، صفحة 2، وآية 1 آية 2 آية 3 في سورة البقرة، ثم سورة آل عمران، وهكذا. ولكن لا يزال هذا يشبه لما أنت بتشتري رزمة ورق، يعني مفكوكة عن بعضها لكن مرتبة في مكان واحد. طيب تعالوا نجد هذا، ونجد الصحابة اتبعوا هذا المنهج العلمي في عهد أبو بكر الصديق في تجميع القرآن. هنا في كتاب صحيح البخاري باب جمع القرآن، حديث 4986، أن زيد بن ثابت هو كاتب الوحي الرئيسي للرسول صلى الله عليه وسلم، وزيد بن ثابت هو اللي هيكتب المصحف مرة ثانية في عهد عثمان بن عفان. فيقول أن زيد بن ثابت قال رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق بخبر مقتل الصحابة في موقعة اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، وقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. كلمة قراء القرآن هتقابلنا كثيرا، اللي هم صحابة متخصصين في حفظ القرآن وفي ترتيبه. يضيف عمر: وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن أو المعارك الأخرى فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فيقول: قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. وبعد كده هننتقل إلى التكليف. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، أنت كاتب أمين في القرآن. إيه هيكتب الدين؟ إيه؟ كاتب بالعدل. هنا أبو بكر الصديق طبق الآية: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت خبير تعرف ما هو القرآن وما هو ليس القرآن. طيب، فتتبع القرآن فاجمعه. تتبع القرآن يعني هات بقى النصوص المكتوبة من كل الذين كانوا يكتبون، وهات الصحابة عشان نعمل الترتيب. الآية الرقم 1 والآية رقم 2 هنبدأ نحط ترتيب الآيات إلى آخره. فيقول: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. ثم يضيف:
فتتبعت القرآن أجمعه منين؟ من النصوص المكتوبة، من العسب واللخاف وصدور الرجال، يعني النصوص المكتوبة والمطابقة والترتيب. حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبو خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. يقول حتى خاتمة براءة، سورة البراءة والتوبة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم انتقل المصحف إلى عمر، ثم عند حفصة. أيضا الحديث رقم 4988 قال ابن شهاب الزهري، طبعا عالم كبير، أخبرني خارجة ابن زيد بن ثابت، يعني بيحكي عن أبيه، إن أبيه قال له فقدت آية من الأحزاب، من سورة الأحزاب، حين نسخنا المصحف كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها، يعني بحثنا عنها فوجدناها مع أبي خزيمة ابن ثابت الأنصاري. يعني هذا نفهم منه أن خزيمة بن ثابت الأنصاري هو من كتاب الوحي، فألحقناها في صورتها في المصحف. أيضا حديث 4989 رواية عن زيد بن ثابت، أيضا تتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة اللي هي سورة براءة، آخر ما نزل من القرآن، مع أبو خزيمة الأنصاري، لم أجدهما مع أحد غيره. مرة أخرى مع أحد غيره معناها أن أبو خزيمة الأنصاري هو الوحيد اللي كتب ذلك يعني. أيضا في كتاب فضائل القرآن تأليف أبو عبد الله بن محمد بن أيوب الضرير، متوفى سنة 294 هجري، يعني كان معاصر للإمام البخاري. طبعا هم ينقلون من كتب قبلهم كما ذكرنا يعني. فأيضا يروي نفس الأمر ويقول، ده صفحة 38، يقول جمع القرآن في مصحف في خلافة أبي بكر، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب حتى انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة. وبعدين هيقول لكن أبي بن كعب قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرأني بعد هذا آيتين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، اللي هي الآخر آيات في سورة براءة يعني، أو سورة التوبة. وقال إن هذا آخر ما أنزل من القرآن. وبعدين وجدوه. هنركز مع أبي بن كعب. السؤال: هل الصحابة كانوا يعرفون ترتيب القرآن؟ الإجابة نعم، كان في صحابة كثر يحفظون القرآن الكريم بالترتيب كما هو في المصحف الآن. أيضا في صحيح البخاري باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث 4999، الرواية عن سيدنا عبد الله بن مسعود، وده صحابي كبير متخصص في القرآن، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. إذا في 4 كبار القراء. طب فين أبو بكر وفين عمر وفين علي وعثمان؟ ممكن مشغولين في أمور أخرى، في أمور الدولة والقيادة. أيضا حديث 5003، أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد بيقول سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي، وهنجد هنا عبارة جمع يعني يحفظه بالترتيب. فقال 4 كلهم من الأنصار، أبي بن كعب، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت، زيد اللي كاتب القرآن اهو، وأبي اللي كان أيضا مشارك، وأبو زيد. الذي نود أن نقوله يا جماعة، طبعا هنا سيدنا أنس بن مالك بيشهد بما نما إلى علمه. يعني أنت لو تسألني صابر من في مدينتك يعرف اللغة الإنجليزية، فأقول لك 10، لكن ليس هم فقط، ممكن تسأل غيري يعطيك 10 آخرين وكلهم يعرفون اللغة الإنجليزية. فهو لم يقل فقط، هو قال ما انتهى إليه علمه. طبعا نفس الرواية تقريبا عن سيدنا أنس بن مالك خادم الرسول، وهنا أيضا البخاري يكررها. هنا أيضا يعني الروايات عن الصحابة اللي جمعوا القرآن أيضا، لا نريد أن ندخل في هذا. هنا أيضا حديث رقم 5035، الحديث عن عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم سيدنا علي، يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم، فسألوه وما المحكم؟ قال المفصل، يعني أنه كان متفرق. وهو قال جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعت المحكم يعني جمعت المفصل، يعني أنا حفظت القرآن بالترتيب وليس كآيات كما كانت تنزل بدون ترتيب كما قلنا. أيضا الحديث 5053
عن الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو من العلماء الكبار يعني في مجال القرآن، وكان مع سيدنا معاوية ورفض يبايع سيدنا علي. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: في كم تقرأ القرآن؟ قلت: أقرأ القرآن في شهر. فالرسول قال له: لا، اقرأه في أسبوع. فقلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 7 أيام ولا تزد على ذلك. يعني كان كل أسبوع يكرر تلاوة القرآن. نأتي الآن إلى عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان هو ثالث الخلفاء الراشدين. لما ولي الخلافة إمبراطورية الفرس انتهت، إمبراطور الروم قتل في معركة بحرية، وظهر أن دولة الإسلام قد استقرت وأنه يصعب هدمها من الخارج. لكن السيادة العسكرية والحكمية والقانونية للمسلمين، لكن غالبية سكان هذه الدولة ليسوا من المسلمين، كان غالبية سكانها من اليهود، من المسيحيين، من الفرس، من أديان أخرى. بالضبط لو أنك فتحت روسيا، هل في غضون 20 سنة غالبية الشعب الروسي يعتنق الإسلام؟ لا. وهذا الذي حدث الدولة العثمانية لما فتحت البلقان، بقي نصف البلقان أديان أخرى. كما تشاهدون هذه خريطة الأديان في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. هنا أصحاب الأديان الباطنية، هؤلاء يعملون بالسحر والشعوذة. أي فرقة باطنية لابد تجد رجال الدين فيها يعملون بالسحر والشعوذة، شيء استحضار الشياطين والأرواح. ولذلك في القرآن الكريم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ولذلك نحن في العالم الآن، يعني بالأمس كندا أصدرت قانون: الموظف الذي يقرر أن يتحول إلى امرأة يعطونه $100,000 وكل شيء مجاني. طب أنت لماذا تكلف نفسك هذه التكاليف؟ لأن الشيطان كما في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى إنه سيأمرهم، أمر البشر يعني، أن يغيروا خلق الله. فالمهم هتجد كل حاجة ربنا خلق الجنس بين رجل وامرأة، يقولون بين رجل ورجل. ربنا يقول هذا ذكر وهذا أنثى، فيقول هناك جنس ثالث ورابع وخامس. فالمهم عبد الله بن سبأ وهو حخام قبالي يقول: أنا يهودي. وأنا عاوز أخصص حلقة كيف تعرف الفرق الباطنية، سواء في المسيحية، في الإسلام، في اليهودية، في أي دين، كيف تعرف من هم الجماعات الباطنية. لأن الجماعات الباطنية بتأخذ ظاهريا نفس الاسم للوسط الذي تعيش فيه. تعيش بين المسلمين تقول نحن مسلمين. يعني ملال إيران هم من الفرق الباطنية، يقولون ماذا؟ نحن مسلمين. ونحن بنحب سيدنا علي، سيدنا علي عظيم ورائع. طب سيدنا علي هل كان باطنيا مثلكم؟ لا، حاشاه يعني، والعياذ بالله. فهؤلاء ماذا فعلوا؟ بدأ في عهد عثمان بن عفان الصحابة، أصلا احنا بنتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم توفى من 20 سنة، ففي 20 سنة توفي كثير من الصحابة في معارك بالوفاة الطبيعية، وبدأ يدخل جيل التابعين يتولى القيادة. يعني بدأ الشاب اللي كان عنده 25 سنة و30 سنة عند وفاة الرسول الآن عمره 50 سنة. فهؤلاء بدأوا يتولوا قيادة الجيوش ويتولوا تحفيظ القرآن إلى آخره. فبدأ حصل خلاف بين جيوش المسلمين. في جيش انطلق من العراق إلى منطقة أذربيجان ومن الشام، والتقى الجيشان. لما التقى الجيشان وجد اختلافا في قراءتهما القرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم كان يحفظ شفاهة، والمصحف موجود فين؟ صحف موجودة فين؟ موجودة في المدينة المنورة. فهنا قائد الجيش أرسل لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه في المدينة وقال له: أدرك المسلمين قبل أن يختلفوا في كتاب الله كما اختلف اليهود والنصارى. اليوم دي من عبقريات سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه التي حافظت للمسلمين وحدتهم السياسية والعسكرية والدينية إلى اليوم. والخلاف بين المسلمين السنة والشيعة حول القرآن. فالشيعة يرفضون الاعتراف بالقرآن ويقولونها محرف. لو الشيعة اعترف بالقرآن الكريم احنا الخلاف انتهى، لأنه هتقول له: تعالى أنت بتشتم في زوجات النبي، ده هي أمك وفقا للقرآن الكريم. أنت بتشتم في الصحابة، الله رضي عنهم كما أخبرنا في القرآن الكريم. يعني أنت لا يمكن أن تقول نعمل وحدة أمة إسلامية ووحدة شيعة ومسلمين سنة إلا إذا اعترف الشيعة أولا بأن القرآن هو كتاب الله المعصوم. ولابد ينتهوا من فكرة الباطنية. هذا موضوع آخر نخصص له حلقة. ماذا حدث في المسيحية؟ الأرثوذكس يعترفون ب50 كتاب إنجيل، أسفار يعني من الأناجيل. الكاثوليك يقولون له 60، البروتستانت يقول له 45. ففرق كلها تتقاتل، يعني جزء من القتال هذا الاختلاف. فهنا سيدنا عثمان
قرر إنه يعمل إيه؟ يطبع بقى نشر، بعد ما هي صحف مرتبة موجود في مكان واحد، لا يجعلها مصحف ويوزعها ويحرق. طبعا في ناس كانت بتكتب من حفظها، فأنت اللي بيكتب هذا كتب غزوة بدر. افرض إن واحد كتب خطبة الرسول قبل القتال في غزوة بدر، إن الله سينصركم وإن الله كذا والله وعد المؤمنين بكذا، ثم استشهد الرسول بآية من القرآن. بعد 50 سنة هل هذا نص خطبة الرسول أم هذا نص القرآن؟ فسيدنا عثمان بن عفان أصدر أمرا بحرق كل من معه أي شيء مكتوب يحرقه. وهذه من عبقرية عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأرسل عثمان قيل 7 مصاحف، وأرسل مصحف إلى مكة، مصحف إلى اليمن، مصحف إلى عمان، مصحف إلى الكوفة، مصحف إلى الشام، مصحف إلى مصر، مصحف إلى أرمينيا وأذربيجان. ربما يعني في خلافات في روايات عدد المصاحف التي أرسلها عثمان بن عفان. هنا جنون عبد الله بن سبأ، هو كان حاخام قبالي يهودي لا يؤمن بالله. هتجد فيه ظاهرة اليهود الملاحدة، ودول هؤلاء أسسوا إسرائيل. تقول له أنت تؤمن بالله؟ يقول لك لا. حتى بن جوريون الذي أسس إسرائيل ماذا كان يقول؟ يجب أن نقنع اليهود أن يؤمنوا بالله الذي نكفر به. هو يقول لك أنا يهودي. طب أنت يهودي إزاي يا عم وأنت كافر بالله وكافر بالتوراة؟ فيقول لك إحنا يهود بالميلاد، ففيش يهودي كافر. يعني اليهود جماعة إيه؟ قومية بالدم. يعني أنت ما فيش حاجة اسمها مصري ارتد عن مصريته أو تركي ارتد عن تركيته. أنت حتى لو أصبحت تركي خائن أنت تركي، أبوك تركي وأمك تركية. فهكذا عند اليهود القبالة اللي هم الملاحدة، غير وهؤلاء طبعا لا يؤمنون بالله، يرفضون التوراة، يبيحون الزنا، يبيحون الجنس. وهؤلاء هم الذين أدخلوا فكرة أن الله حل في علي كما حل الله في عيسى من قبل. نفس الفكرة أدخلوها في المسيحية وأدخلوها حاولوا ينشروها بين المسلمين. والقرآن الكريم هو المانع لكل هذه الفكرة. يعني أنت لما تمسك عقائد الشيعة، مثلا عقيدة التناسخ، أنه الإنسان لما يموت هيكون فرخة أو قط أو حمار، تجد القرآن يمنع هذا. عقيدة الرجعة، إحنا لما نموت هنرجع أحياء قبل يوم القيامة، وتجد الشيعة عندهم كتب في هذا. القرآن يكذب هذا. أنت سير على عقائد الشيعة هتجد يعني كل شيء في القرآن هم قالوا عكسه. فهنا عبد الله بن سبأ أراد أن يتخلص من المصحف. ماذا يفعل؟ الآن في السويد أحرقوا القرآن. في تلك الفترة قال لابد أن أهدم هذه الدولة، أقتل عثمان. فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، عملوا انقلاب وسيطروا على المدينة. وكانت تهمة عثمان أنه حراق المصاحف. انظر، يعني ألصقوا به تهمة. يعني سيدنا معاوية أنقذ الإسلام فقالوا إيه؟ طمعان في الحكم. هو كان زاهد في الحكم. يعني هؤلاء الباطنيين السبائيين لما تجدهم يلصقون تهمة بإنسان ما فاعرف أن العكس. لما يقولون سيدنا معاوية طمع في الحكم اعرف أنه كان زاهد في الحكم. إما يقولوا الحجاج ظالم اعرف أنه عادل. تخيلوا الذي يدير الإعلام في العالم الإسلامي، الخمرجية والحشاشين وإلى آخره. ما أنتم عارفين يعني، وكل يوم بيشتموا في الإسلام، يشتمون في الإسلام ويشتمون في سيدنا معاوية بن أبي سفيان. هذا معناه لو سيدنا معاوية كان على باطل والله لأشادوا به ونصبوا له التماثيل في العالم وفي كل مكان. طيب خطة هؤلاء السبائية، نحن أمام انقلاب عسكري قام هؤلاء في موسم الحج بالهجوم على المدينة المنورة واحتلوها، وانتبهوا إلى أن المكان الوحيد لم يأتي منه أحد لقتل سيدنا عثمان هو الشام. ولذلك هؤلاء لما قتلوا سيدنا عثمان اختاروا سيدنا علي خليفة، وباقي الصحابة قرروا ألا يقاتلوا سيدنا علي لأنهم يحبونه. يعني سيدنا علي كان مرحلة انتقالية، الهدف بعد ذلك يستخدمونه في التخلص من معاوية. ولذلك هؤلاء السبائية لما جعلوا سيدنا علي خليفة ماذا قالوا له؟ قالوا له اعزل لنا الولاة، فعزل لهم ولي مصر ولي البصرة، وفي وليين رفضوا العزل، معاوية بن أبي سفيان في الشام وموسى الأشعري والي الكوفة. يعني ليس سيدنا معاوية صاحب الموقف فقط، بل أبو موسى الأشعري أيضا والي الكوفة رفض العزل ورفض يعترف بسيدنا علي خليفة، وكبار الصحابة رفضوا يعترفوا بسيدنا علي خليفة. المهم هؤلاء السبائية باقي الصحابة قالوا نحن لا نعترف بسيدنا علي خليفة، وسكان مكة رفضوا يبايعوا سيدنا علي، سكان المدينة تحت السيف بايعوا سيدنا علي، ولكن لما قال لهم اخرجوا في جيشي رفضوا يخرجون معه. وبعدين المسلمين رفضوا أن يقاتلوا سيدنا علي، حتى سيدنا معاوية رفض أن يقاتل سيدنا علي الذي بدأ بالحرب والقتال سيدنا علي.
هو الذي أخذ الجيش لصفين، وهو الذي أخذ جيشه إلى موقعة الجمل، وكان في جيشه قتلة عثمان بن عفان، كان في جيشه الانقلابيين، وهؤلاء ظلوا معه 5 سنوات كاملة فلم يقم عليهم القصاص ولم يقم عليهم العدل. 5 سنوات كان يقول لا أستطيع. فكان سيدنا معاوية يقول له يعني طالما أنك لا تستطيع أن تقم العدل، يعني لا تستطيع أن تحارب قتلة عثمان الموجودين معك في جيشك، فكيف تستطيع أن تحاربني أنا؟ إن لم تستطع أن تحاربهم فأعطوهم لي وأنا أقتلهم. وسيدنا معاوية بن أبي سفيان قتل قتلة عثمان. قتل عثمان بن عفان كان يدور حول المصحف، وهذه جريمة عثمان بن عفان، أنه وزع المصاحف كي يحفظ الوحي الإلهي. فالله شرف سيدنا عثمان بن عفان، وشرف سيدنا معاوية، وشرف زيد بن ثابت، وشرف سيدنا يزيد بن معاوية والحجاج، وشرف الدولة الأموية وبني أمية رحمهم الله. الله شرفهم بأن جعل حفظ القرآن الكريم على أيديهم. انظروا، هذا عثمان بن عفان من بني أمية، وهذا معاوية من بني أمية، ويزيد من بني أمية، والحجاج والي الأمويين. سيدنا علي للأسف يعني لم يكن المخطط واضحا أمامه بكل أبعاده، لكن كان واضح أمام سيدنا معاوية. فكان الهدف أنهم سيأخذون سيدنا علي وبعد ذلك يقتلونه ويستولون على الدولة. لكن الخطة فشلت بسبب موقف سيدنا معاوية رضي الله عنه. فهكذا عينوا سيدنا علي، ولكن في الحقيقة لم يحكم، ليس له سلطة. لم يحكم جيشه لا في صفين، الجيش تمرد عليه، ولا في موقعة الجمل الجيش تمرد عليه، ولا أصلا سيدنا علي لم يستطع أن يحشد جيشا مرة ثانية لقتال سيدنا معاوية، لأنه سكان الكوفة متمردين عليه. طيب المهم نرجع لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، جرى قتله. طيب نرجع بقى لما فعله سيدنا عثمان كده من المصادر التاريخية. نعود إلى صحيح البخاري بيروي لنا الواقعة. الحديث رقم 4987، وهتجدوا في صحيح البخاري أمور خطيرة. كتاب صحيح البخاري هو كتاب مؤلف للرد على الشيعة، هذا الذي أجده. يعني كتاب صحيح البخاري طبعا مؤلف من ضمن أمور كثيرة، لأنه البخاري جاء في عصر الدعاية الشيعية قوية جدا. بعد ما البخاري يموت، البخاري مات 254 هجري، بعدها ب26 سنة قامت أول دولة شيعية اللي هي دولة القرامطة، اللي هم قاموا في الجزيرة العربية وتبادلوا الزوجات والزنا وألغوا القرآن وذبحوا الناس في الكعبة وقالوا بتناسخ الأرواح وأن علي هو الله وكلام من هذا القبيل. ولذلك لما تحلل صحيح البخاري تجدوا أنه البخاري يحكم بأن سيدنا معاوية كان على حق، وأنه ابن يزيد كان على حق، وأن الدولة الأموية كانت على حق. ونخصص حلقة على ذلك بإذن الله إن شاء الله. تعالوا نقرأ هذا الحديث في صحيح البخاري، وأكثر من حديث هتجدوا حديث غريبة. تعالوا نرى. يقول صحيحة طبعا لكن غريبة. هيحكي القصة ويقول إن حذيفة ابن اليمان أتى أو قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان يغازي، كان يشترك مع أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان بالاشتراك مع أهل العراق كما ذكرنا. فأفزع حذيفة اختلافهم في قراءة القرآن، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن، يعني اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أن أرسلي إلينا بالصحف. السيدة حفصة هي ابنة عمر بن الخطاب، ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير. شوف زيد بن ثابت اللي كاتب المصحف الأولاني والكاتب الرئيسي للرسول صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن الزبير من أول 10 أسلموا، وبعد كده جيش سيدنا علي سيقتله في معركة الجمل، وسيدنا علي لم يقتل أو لم يعاقب من قتلوه، وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد، لأنه زيد كاتب لكنه من أهل المدينة وفيه مكة اللي هم أصحاب المهاجرين، فالمهاجرين هم المشرفين على الكاتب، ممكن يحدث في طريقة الكتابة. نحن نشاهد مثلا كلمة سلمى، كيف نكتب نحن سلمى؟ نكتبها كده سلمى، لكن نحن كيف ننطقها؟ ننطقها سلمى بالألف، لكن تكتب بهذا الشكل. فسيدنا عثمان قال لهم: اكتبوا برسم مكة،
كما أنزل، وهذا الذي اتبع في القرآن الكريم. فقال عثمان: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف. يبقى احنا كان عندنا صحف لكنها ليست كتاب، ليست مصحف، إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق، يعني في كل مكان أو كل ولاية، بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه، يعني بما غيره من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، رضي الله عن عثمان بن عفان. هنا سيدنا عثمان ماذا فعل؟ ألغى الأحرف الأخرى للقرآن. هذه مسألة مهمة. فاتنا أن نقول الأحكام الانتقالية الخاصة بالقرآن الكريم. في آيات نسخت، الرسول صلى الله عليه وسلم الله أخبره أن هذه الآيات نسخت فلم توضع في القرآن، لأنه مثلا أنت تجد في الروايات القديمة أنه كان في آية اسمها كذا ولكن لم توجد في القرآن لأنها نسخت. يا إما الرواية كاذبة، وإذا كانت الرواية صحيحة فهي كانت آية فعلا ولكن الله نسخها. هي أحكام انتقالية، بمعنى، والإخوة المحامين والقضاة يفهمون ما أقول، أي قانون في الدنيا بيصدر في حاجة اسمها أحكام انتقالية. الآن على سبيل المثال جاءت الحكومة وأعطت رخصة للتاكسي الطائر، يعني التاكسي يطير في السماء، فبيصدر حكم انتقالي أنه التاكسيات التي تسير في الأرض أمامها 5 سنوات لأصحاب التاكسيات ينتهوا من هذا. ففي أحكام انتقالية في أي قانون، في أمريكا، في مصر، في روسيا، في الصين، في تركيا، في أي مكان، اسمها أحكام انتقالية، أحكام مؤقتة. فأيضا القرآن باعتباره شريعة جديدة فيها أحكام انتقالية، هذه الأحكام الانتقالية انتهت. طيب القانون يبقى قائم، اللي يولد بعد 50 سنة القانون يطبق عليه. فهمنا؟ طيب أيضا في 7 أحرف للقرآن. يعني إيه؟ العرب لهجات، مثلا كلمة العهن، كلمة العهن تعني الصوف، فكانت القبائل العربية التي لا تستخدم كلمة العهن يجوز لها أن تستخدم مؤقتا كلمة الصوف، ولكن الجيل الجديد الذي نشأ يجب أن يستخدم كلمة العهن. توحيد لغة الدولة، لابد من لغة رسمية واحدة في كل دول العالم، سموها الكتابة القياسية. انتوا عاملين ليه في بريطانيا معجم اوكسفورد اللغة الإنجليزية؟ اللغة المقياسية. في أمريكا، في كل العالم هتجد فيه لغة مقياسية يجب الالتزام بها. أنت حضرتك تتكلم في الشارع كما تشاء، إذا مسكت القلم تكتب بلغة مقياسية حتى نستطيع أن نتفاهم. لذلك للأسف يفلت مني كلمات عامية تردني شكاوى. التزم باللغة العربية الفصحى حتى نفهم، لسنا مصريين، وأنا أخطأ، أنا أعتذر يعني. فهذا الذي حدث. فهمنا؟ طيب، فأصبح النص القرآن الكريم كما كتب في عهد سيدنا عثمان، القراءات الموجودة هي مما يحتمله النص، لا يجوز أنه يقرأ بخلاف ما هو مكتوب. وإحنا هنأتي لصحيح البخاري وهو بيشرح هذا. إحنا فاتنا نقول في هذه الرواية في صحيح البخاري مسألة مهمة. كتاب البخاري اسمه إيه؟ هذا كتاب عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هتقرأ كثير من الأمور التي يريدها البخاري ليست أحاديث للرسول أصلا. يعني هذا الحديث البخاري بيروي لماذا عثمان بن عفان وزع المصاحف وماذا فعل، وليس فيه كلمات قال رسول الله. لماذا فعل البخاري هذا؟ لأن البخاري بيرد على الشيعة اللي كانوا موجودين في عهده واللي كان لهم دعاية ضخمة جدا، عثمان حرق المصاحف إلى آخره. البخاري قبل أن يكتب صحيح البخاري ظل 16 عاما يؤلف في كتاب اسمه التاريخ الكبير، يدل على أنه عالم بالفرق الباطنية والسبعية، ومن هنا اكتسب البخاري أهميته وعمقه. وهنجد البخاري في أحاديث أخرى يرد. أنا عاوز أعمل البخاري موقفه من سيدنا معاوية، البخاري وردوده على الشيعة من خلال صحيح البخاري. هنا حديث البخاري بيرد على الشيعة الذين يدعون أنه هناك قرآن سري مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا حاشاه طبعا، ده كذب عليه. باب من قال لم يترك النبي إلا ما بين الدفتين في المصحف، حديث 5019 عن عبد العزيز بن رفيع من التابعين قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على عبد الله بن عباس ابن عم علي بن أبي طالب وابن عم الرسول، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين، ترك القرآن فقط. قال: ودخلنا على محمد بن علي بن أبي طالب الشهير محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك الرسول إلا ما بين الدفتين. لماذا؟
السياق اللي سقط من النص، أو اللي هو كان مفهوم بالنسبة لعهد البخاري، إنه السبائية قتلت عثمان بعد أن قتلوا عثمان، هم بعد أن قتلوا علي. إن عبد الرحمن بن مرجم قتل علي بن أبي طالب كان من السبائية، وكان من المشاركين في قتل عثمان. وحرقوس بن زهير اللي قتل عثمان بن عفان، واللي سيدنا الزبير بن العوام وطلحة ذهبوا ليقتلوه في موقعة الجمل، قبل موقعة الجمل، وسيدنا علي خرج بالجيش كي ينقذه من هذا القتل. قتل بعد ذلك جيش سيدنا علي وانشق عليه وفي معركة النهروان. فهؤلاء السبائية كانوا يقولون في قرآن سري، وذلك في كتاب الإرجاء لحفيد علي بن أبي طالب، اكتب صبر مشهور كتاب الإرجاء حفيد علي بن أبي طالب على اليوتيوب تجده. فالسبائية كانوا في عهد الدولة الأموية يقولون هناك قرآن سري، اللي هم الآن الشيعة يسمونه مصحف فاطمة ويسمونه الجفر، أنه مكتوب على ورق جلد ماعز وشيء من هذا القبيل. فكانوا يروجون هذه الشائعات. فالبخاري هنا بيستشهد بمن؟ بابن علي بن أبي طالب، محمد بن علي بن أبي طالب، أن الرسول لم يترك شيئا غير القرآن، ما فيش حاجة اسمها قرآن خفي ولا شيء من هذا القبيل. وبيستشهد بعبد الله بن عباس اللي هو كان في جيش سيدنا علي، وكان والي سيدنا علي في البصرة، ثم انشق عن سيدنا علي بعد ذلك. يعني حتى هو كان يرى في البداية سيدنا علي على الحق، لكن بعد ذلك رأى أن سيدنا علي ليس على حق. المهم، أيضا البخاري في الحديث رقم 5027 نركز في هذا الاسم جدا، أبو عبد الرحمن السلمي، لأنه رواية حفص عن عاصم عن أبو عبد الرحمن السلمي، وليست عن زر بن حبيش. زر بن حبيش كان القارئ الاحتياطي. سيدنا عثمان بن عفان عين أبو عبد الرحمن السلمي هو مقرئ الكوفة، هو الذي معه المصحف الإمام. سيدنا عثمان أرسل المصحف مع من؟ مع أبو عبد الرحمن السلمي. سيدنا عثمان جعل من المقرئ الإمام الذي يحفظ الأطفال والشباب والرجال في مسجد الكوفة الأعظم؟ أبو عبد الرحمن السلمي. زر بن حبيش كان موجود، وزر بن حبيش كان ضد سيدنا عثمان، ربما لأنه زر، ربما الله أعلم، زر كان كبير في السن عنده 100 سنة، وربما زر كان يرى نفسه أحق من أبو عبد الرحمن السلمي بهذا، لأنه زر دخل في مشاكل مع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وزر هو اللي وضع حديث المهدي، هيكون اسمه محمد، يقصد محمد بن علي بن أبي طالب، ومحمد رفض هذا. يقول الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأقرأ، يعني كان بيحفظ الناس، أبو عبد الرحمن السلمي في إمرة عثمان حتى كان زمن الحجاج. وقال: وذاك يعني القرآن الذي أقعدني مقعدي هذا. فهنا انظروا لعظمة الدولة الأموية. سيدنا عثمان اختار من؟ أبو عبد الرحمن السلمي في الكوفة، فظل هو مقرئ الكوفة. قتل سيدنا عثمان، جاء سيدنا علي، بقي أبو عبد الرحمن هو مقرئ الكوفة. قتل سيدنا علي وجاء سيدنا معاوية، سيطر على الكوفة، أبقى أبو عبد الرحمن مقرئ الكوفة. مات سيدنا معاوية، جاء ابنه يزيد، أبقى أبو عبد الرحمن مقرئ الكوفة. جاء عبد الله بن الزبير لما حكم الكوفة من خلال أخيه مصعب، أبقى أبو عبد الرحمن مقرئ الكوفة. جاء عبد الملك بن مروان رضي الله عنه الخليفة الأموي، حكم، وأبقى أبو عبد الرحمن، لأنه الحجاج كان والي للخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. فأبو عبد الرحمن السلمي كان يقرأ القرآن تقريبا 50 سنة في عهد 6 خلفاء، فهو النسخة المعتمدة من تلاميذه عاصم. زي يقول لك رواية حفص عن عاصم عن من؟ عن أبو عبد الرحمن السلمي. فمن الذي كان يحمي أبو عبد الرحمن السلمي؟ الحجاج. لو ما فيش الحجاج وما فيش الدولة وماذا كان عبد الرحمن السلمي ذبح كما ذبح عثمان. وهنأتي ماذا فعل الحجاج كي يحفظ القرآن الكريم للدولة الأموية. سيدنا معاوية والخلفاء الأمويين أصبحوا يضعون في كل مسجد شيخ يحفظ الناس القرآن. خلي بالكم، ما هو السبائية الذين قتلوا سيدنا عثمان هؤلاء الذين أسسوا الدول الشيعية، البويهيين والقرامطة والسبائيين والفاطميين، وبيحكموا سوريا الآن منهم بشار، وبيحكموا إيران، وبيحكموا العراق، وبيحكموا اليمن. هل وجدتم ضالا أو منحرفا أو شخص صاحب بدعة خرج من جيش سيدنا معاوية؟ لا، جيش سيدنا معاوية 100% مسلمين مخلصين. جيش سيدنا علي في مسلمين مخلصين وفي ناس أصحاب بدع وأهواء ومنافقين إلى آخره. تعالوا نكمل. هنا البخاري بيرد على شائعة شيعية، الشيعة بيستشهدوا بزر بن حبيش، لأن زر بن حبيش هو الذي صاحب شائعة أن المعوذتين ليست من القرآن، وزر بيرويها بطريقة ملتوية.
فالحديث 4976 في صحيح البخاري عن زر بن حبيش إن أنا سألت ابن أبي بن كعب عن المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فالرسول سألت النبي فقال قيل لي فقلت، فنحن نقول. طبعا الصياغة فيها تشكك يعني. ثم سورة قل أعوذ برب الناس أيضا الحديث 4977 عن زر، برضه زر طلعنا في المقدر، زر بن حبيش. سألت أبي بن كعب إن أبا المنذر اللي هو عبد الله بن مسعود إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا إن المعوذتين ليستا من القرآن. فقال أبي سألت رسول الله فقال لي قيل لي فقلت، فنحن نقول كما قال رسول الله. تعال نفكك هو الحديث هكذا. هنا زر بن حبيش بيقول إيه؟ المعوذتين ليستا من القرآن. مين اللي بيشهد إن زر قال هذا الكلام؟ عبده وعاصم. عاصم ده من حفاظ القرآن، وعاصم بيشهد عليه، ودول سفيان بن عيينة. طبعا سفيان بن عيينة ده عالم حديث وله كتب. وبعدين ادي السند. طب انت يا زر جبت الكلام ده منين؟ فقال انا سمعت الكلام ده عن عبد الله بن مسعود، يعني بيلصق الكذبه بعبد الله بن مسعود. طبعا زر بن حبيش كان عنده 100 سنه، الله اعلم كان بيكذب، كان بيخرف، كان بيسمع كلام السبعيه. انتبهوا انه المعوذتين تحديدا تستخدم في الرقى الشرعيه، وتستخدم في طرد الشياطين الى اخره، والعقائد الباطنيه كما يقول الله في القرآن الكريم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمان الناس السحر. ألف باء مضادات السحر في القرآن الكريم المعوذتين. فالسبعية كانوا يريدون إبعاد المعوذتين، فيلصقون هذه الكذبة بسيدنا عبد الله بن مسعود. زر بن حبيش كان مختلط بالسبعية وهو راجل عنده 100 سنة، الله أعلم بحاله. لكن الذي ألصق هذه الكذبة وهذه الفرية بعبد الله بن مسعود هو زر بن حبيش. ولما تدخل على اليوتيوب وتكتب المعوذتين من القرآن تجد بقى مشايخ يقول عبد الله بن مسعود هو اللي كان بيقول المعوذتين ليست من القرآن. حرام عليكم، لا يوجد شاهدين على عبد الله بن مسعود انه قال هذا. ده كان صحابي يصلي خلف الرسول 23 سنة، هو زر بن حبيش الذي قال هذا. لكن عند هؤلاء أصبح الراوي أهم من الصحابي، يشتم في الصحابي ويطعن في الصحابي، لكن لا يشتم في الراوي ولا يطعن في الراوي. الإمام البخاري كي يحل المصيبة اللي عملها زر فراح قال لا والله زر برضه بيشهد عليه عبده وعاصم نفسهم وسفيان بن عيينة وان هو قال المعوذتين من القرآن. طب جبت منين يا زر المعوذتين من القرآن؟ قال لا، ما هو انا لقيت عبد الله بن مسعود غلط، رحت لصاحبه الصحابي الاخر ابي بن كعب فقال لي لا ده الرسول قال من القرآن. طب انت يا زر لما كنت في الكوفة كانت صحراء ما كان فيها صحابة اخرين، كنت تسألهم يا سيدي المعوذتين من القرآن ام لا؟ وعبد الله بن مسعود لما قال هذا لا يوجد احد من الصحابة يعني اعترض عليه. طبعا يعني كذب بواح يعني على سيدنا عبد الله بن مسعود. هنا في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري لعالم الحديث ابن حجر العسقلاني الجزء 14 بيكذب زر فيقول ما نقل عن ابن مسعود باطل وليس بصحيح، يعني الكلام يقوله زر غلط. أيضا ابن حزم قال ما نقل عن ابن مسعود من إنكار قرآن فهو كذب باطل، يعني ما يقول زر كذب باطل. وطبعا شرح كثير لهذا وانه لا يمكن عبد الله بن مسعود يقول هذا، وانا بقول لا يوجد شاهدين حتى، لانه حصل خلاف بين سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عثمان بن عفان في كيفيه قراءه القران. كما قلنا انه اعطيت احكام انتقاليه لبعض القبائل بسبب انا مصري. بعض الاخوه يكتبون في التعليقات انت تقول 3 وهي الصح الصواب 3، تخرج لسانك في الثاء، فأنا كيف أنطقها هكذا، لكن لما أكتبها هكذا. أنا مصري للأسف الشديد، التعليم الفاسد في مصر الآن في هذا السن كي أنطق حرف الثاء بشكل صحيح يحصل لي تشتت في الذهن، لكن الطفل في اليمن ينطقها بشكل أصح مني لأنه نشأ على هذا. فحتى لا يجري إرهاق الصحابة اللي من قبائل أخرى إن هو يغير الألفاظ وكذا، فأعطيت رخصة وقتية، لكن الجيل الجديد يتعلم وفقا للغة القياسية والمعيارية للقرآن الكريم اللي هي بلغة قريش. فسيدنا عبد الله بن مسعود كان يستخدم حروف غير الحرف المعياري للقريش. هنا في صحيح البخاري أيضا يقول في سورة القارعة، ده الإمام البخاري يقول قوله كالعهن، عبد الله بن مسعود قرأها كالصوف، ولذلك سيدنا عثمان بن عفان سحب عبد الله بن مسعود من الكوفة لأنه هيعتمد
لغة قريش فقط، وإلا بقى كان زماننا فرق اليوم يعني. تعالوا الآن نتعرف على من هو أبو عبد الرحمن السلمي الذي كلفه سيدنا عثمان بأنه يأخذ المصحف ويتجه به إلى الكوفة ويصبح المقرئ الأعظم. وسنجد الصراع السياسي الذي كان في ذلك الوقت هو الموجود الآن. يعني اليوم من يفتح دار لتحفيظ القرآن الكريم فورا أجهزة المخابرات تعتقله ويضعون في السجون ويعذبون، وهذا الذي كان مقصودا من قتل عثمان بن عفان، لكن سيدنا معاوية والدولة الأموية منعت هذه. فلما قامت الدول الشيعية بعد ذلك أحفاد قتلة عثمان بن عفان فعلوا هذا بحفاظ القرآن الكريم. هنا حضراتكم في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء، اللي هم طبقات القرآن الكريم، لابن الجزري، وتوفى 883 هجري. المحزن اللي حقق الكتاب واحد اسمه برجاس ترس مستشرق 1932. يعني ألا يوجد جامعة إسلامية يعني تجدوا كتب الأحاديث وكتب الكتب الشيعية، أبو فرج الأصفهاني، كتاب الأغاني، كليلة ودمنة، العيال بتوع إخوان الصفا اللي بيبيحوا الشذوذ والجنس والمخدرات وتبادل الزوجات وما فيش أبناء وما فيش أسرة. يعني كل الأفكار أنت بتسمعها اليوم موجودة في رسائل إخوان الصفا اللي درسوها لنا في المدرسة، لكن لم يقولوا لنا حقيقتها أصلا لأنهم فرقة باطنية. لكن كتاب عن حفظة القرآن الكريم ومن هم يترك بدون تحقيق. طيب، فهنا في القارئ رقم 1755 أبو عبد الرحمن السلمي الضرير كان كفيف رحمه الله، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أبيه صحابي، انتهت إليه القراءة تجويدا وضبطا، أخذ القراءة من عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم. وهنا في صفحة 371 قال ابن مجاهد: أول من أقرأ الناس بالكوفة بالقراءة المجمع عليها أبو عبد الرحمن السلمي وليس زر بن حبيش. وهنا أبو عبد الرحمن هو المكلف من عثمان بن عفان. إن أبو عبد الرحمن تعلم القرآن من عثمان رضي الله عنه، وعرض أو راجع مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان أبو عبد الرحمن يقرئ الناس في المسجد الأعظم، المسجد الكبير، يعني 40 سنة، يعني لحد زمن الحجاج. وبعدين هنا بيختلفوا في تاريخ وفاته، احنا قلنا أنه توفى في زمن الحجاج كما في البخاري. وهنا عاصم، الإمام عاصم اللي ورد حفص عن عاصم، يقول: كنا نأتي أبا عبد الرحمن ونحن أغيلمة، أطفال صغار يفاع، فيقول: لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص. يعني واضح أن كان في ناس تحاول الكذب في تلك الفترة. هي الكوفة، يعني تعوزين الكوفة. وأيضا عبد الله بن عيسى من تلاميذه يقول: قرأنا القرآن على أبو عبد الرحمن، وأخبرهم أنه قرأ على عثمان رضي الله عنه عامة القرآن، وكان يسأله عن القرآن في التفسير وكذا. وكان عثمان ولي الأمر والخليفة فشق عليه، فيقول: إنك تشغلني عن أمر الناس، فعليك بزيد بن ثابت فإنه يجلس للناس ويتفرغ لهم. يعني زيد بن ثابت كان في المدينة متفرغ لتفسير القرآن ولتحفيظ القرآن، ولست أخالفه في شيء من القرآن. وكنت ألقى عليا رضي الله عنه بن أبي طالب فأسأله فيخبرني ويقول: عليك بزيد بن ثابت. فأقبلت على زيد فقرأت عليه القرآن 13 سنة. أيضا هنا في كتاب جمع القرآن في عهد الخلفاء الراشدين، الدكتور فهد عبد الرحمن الرومي في كلية المعلمين بالرياض في السعودية، يتحدث عن ما فعل عثمان تحت عنوان إنفاذ المصاحف. بعد أن أتمت اللجنة عثمان بن عفان نسخ المصاحف، أنفذ عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى آفاق الإسلام بنسخ منها، وأرسل مع كل مصحف من يوافق قراءته. فأمر زيد بن ثابت أن يقرأ بالمدينة، وبعث عبد الله بن السائب مع المصحف المكي إلى مكة، والمغيرة بن أبي شهاب مع المصحف الشامي، وأبا عبد الرحمن السلمي مع المصحف الكوفي، وعامر بن عبد قيس مع المصحف البصري. وتلقى التابعون في كل قطر قراءة إمامهم، وتفرغ قوم منهم لضبط القراءات حتى صاروا أئمة يرحل إليهم. بعد ذلك هيقتل سيدنا عثمان بن عفان، ولكن الحمد لله بعد أن أنجز مهمة توزيع المصاحف في الأمصار.
وقتل سيدنا عثمان، وجاء سيدنا علي بن أبي طالب، وبعدين حصلت الحرب الأهلية التي شاهدناها حتى انتهى الأمر إلى سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وطبعا في تلك الفترة سيدنا عثمان قام بنفي كثير من السبائية الذين كانوا يقولون بتحريف القرآن، جار نفيهم إلى خراسان، وهيرجعوا تاني في هجمات إلى آخره، إلى أن يأتي المغول بهم ويوطنهم في هذه المناطق. طبعا هذه الدولة في عهد سيدنا معاوية وفي عهد ابنه يزيد. كم سنة حكموا؟ معاوية حكم 20 سنة، وسيدنا يزيد ابنه حكم 4 سنوات، 24 سنة. فحصل تحفيظ كبير جدا للقرآن. طبعا كل هذا انتشار القرآن يجعل من الصعب تحريفه، أو يجعل من المستحيل تحريفه. طبعا الله تعهد بحفظ القرآن، إنما شرف الله سيدنا معاوية وسيدنا يزيد أنهم كانوا من حماة القرآن الكريم من التحريف. تخيلوا كده لو سيدنا علي انتصر في معركة صفين وقتل سيدنا معاوية، وبعد ذلك الخوارج قتلوا سيدنا علي، ماذا كان سيحدث؟ كانت الدولة ستسقط، لأنه معاوية هو العبقري القوي اللي يقدر يجمع هذه الدولة. كانت الدولة ستسقط، وكان عبد الله بن سبأ أقام دولته وحرفوا القرآن. ما فعلوا جدهم بولس في المسيحية كانوا سيفعلونه في القرآن وفي الإسلام. لكن الله سبحانه وتعالى، هذه إرادة الله، أن معاوية يبقى وينتصر ويحكم. لما توفي سيدنا يزيد وجاء ابنه معاوية الثاني، وهذا ترك الخلافة ثم توفي ولم يوصي أحد، تركها شورى، حصلت حرب أهلية. وده اللي كانوا بيقولوا لسيدنا معاوية لما تموت اتركها بدون تترك من يأتي بعدك، فتحدث حرب أهلية. فحصلت حرب أهلية، حصل حرب أهلية بقى. انظروا، حصل مسألة في منتهى الخطورة. الأمويون سيطروا على مصر والشام. والخوارج من الفرق الباطنية بالمناسبة سيطروا على فارس وعلى نجد. مين زعيم الخوارج؟ الغفقي بن حرب. ومين هو الغفقي بن حرب؟ كان مع عبد الله بن سبأ في قتل عثمان بن عفان. ما هي الفرق الباطنية انقسمت إلى خوارج وإلى شيعة وإلى حشاشين وإلى فاطميين وإلى يعني قتلت عثمان، لكن كلهم فرق باطنية. والخوارج بيشتغلوا بالسحر. نخصص حلقات بإذن الله إن شاء الله لذلك يعني. ثم هذه المنطقة الكوفة وقعت تحت سيطرة واحد من الفرق الباطنية اللي هو المختار الثقفي. المختار الثقفي هذا أول من قال يا لثارات الحسين، أول من قتل المسلمين السنة وذبح المسلمين السنة في الكوفة. المختار الثقفي ادعى أنه بيأتيه الوحي وبيأتي سيدنا جبريل. المختار الثقفي هو الذي روج، كان يدفع أموال لمن يروج حديث مكذوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن المهدي. اللي وضع فكرتها عبد الله بن سبأ، اللي جعلها تنتشر المختار الثقفي. فالمختار الثقفي ادعى ان محمد بن علي بن ابي طالب مهدي. محمد بن علي بن ابي طالب كان مقيم في مكة ولا صلة له بكل الخرافات بتاع المختار الثقفي. فالمختار الثقفي لو استقرت له الامور كان لغى القرآن ودمر القرآن تدميرا، لكن الله انقذه. فحصل انه عبد الله بن الزبير كان في مكة، ارسل جيشا وسيطر على الكوفة وقتلوا المختار الثقفي وحفظوا القرآن من عبث المختار. طبعا المختار لا يستطيع أن يعبث في القرآن في تلك الفترة. لماذا؟ لأنه لا ننسى أنه في نسخ من المصحف في مصر وفي الشام وفي مكة وفي اليمن. يعني طبعا دي كانت هو يسيطر الأول ماديا على الدولة، وبعد كده يبدأ يحاول يصل لمخططه. يعني في الآخر الدولة هتستقر في عهد الخليفة الأموي سيدنا عبد الملك بن مروان رضي الله عنه، واللي هو كان الوالي بتاعه الحجاج من 66 هجري 86 هجري، 20 سنة. هنا في عهد عبد الملك بن مروان هيكلف سيدنا الحجاج كان والي الكوفة. ولاية الكوفة كانت تشمل هذا، شوفوا، كانت تشمل العراق، إيران، باكستان. طبعا فتحوا باكستان. كانت تشمل أجزاء من الصين، آسيا الوسطى، جمهورية آسيا الوسطى الإسلامية، أرمينيا، أذربيجان. كل هذه كانت ولاية الحجاج. الحجاج كان يحكم كل هذا رحمه الله، وهو اللي فتح أغلبها. يعني لا أحد ينافس الحجاج في الفتوحات الإسلامية سوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظروا لعظمة هذا الحجاج. طبعا كان من كبار علماء القرآن الكريم. نأتي على رئيسه سيدنا عبد الملك بن مروان رضي الله عنه. عبد الملك بن مروان رضي الله عنه ده من كبار التابعين، من كبار العلماء، من حفاظ القرآن الكريم، من كبار الفقهاء. يعني هو أكبر من أبو حنيفة ومالك والشافعي وكل هؤلاء. الإمام عبد الملك بن مروان رضي الله عنه كان من فقهاء المدينة الأربعة، أعلم أهل المدينة
4 منهم عبد الملك بن مروان. ثم تجد الجالة طالعين يقولوا لا، زر بن حبيش ممنوع حد يتحدث عنه، لكن شتيمة عبد الملك بن مروان اللي هو أهم من زر بن حبيش مليون مرة تشتموا فيه. الحجاج اللي هو أهم من زر بن حبيش مليون مرة تشتموا فيه. يقولون زر بن حبيش مقرئ القرآن، ما الحجاج كان مقرئ القرآن. الحجاج رحمه الله كان يقرأ القرآن في مدينة الطائف هنا، فلما أرادوا تحقيره قالوا معلم الصبيان، لكن لما أرادوا الرفعة من زر بن حبيش قالوا مقرئ القرآن. طب ما تقول على زر بن حبيش معلم الصبيان. اكتب على اليوتيوب صبر مشهور زر بن حبيش، أنا حكيت قصة زر بن حبيش بالتفصيل يعني. فطبعا في تلك الفترة السبائية يريدون تحريف القرآن، فبدأوا يتلاعبوا في مسألة النقاط، تنقيط القرآن. يعني مثلا قل أعوذ برب الفلق كانت بدون نقط، فكان ممكن تقرأها قل أعوذ برب القلق. وطبعا في عجم من غير العرب دخلوا الإسلام فأصبحوا لا يعرفون يعني في ظل هذه الفوضى، فقرر أنه يضع النقط والتشكيل على القرآن. واستأذن عبد الملك بن مروان فأمره بذلك، ففعلا عمل المصحف اللي هو موجود بين يدينا اليوم، يعني اللي وضع أرقام الآيات، عمل أجزاء القرآن، أرباعه في القرآن، العلامات، الترقيم، التنقيط. من؟ سيدنا الحجاج بن يوسف الثقفي. فهو تابعي مقرئ القرآن، فتوحات إسلامية. واكتب على اليوتيوب صبر مشهور عبد الله بن سبأ، لأنه كان دخل الكوفة، استولوا على الكوفة في عهد الحجاج. الجيش الخائن اللي يقوده، اللي كان في سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن الأشعث، أرسلهم يفتحوا أفغانستان، خانوا وعادوا يستولوا على الكوفة، وكان هدفهم الاستيلاء على الدولة. وشاعر أعشى همدان ذكر هذا، وحتى في قصيدة اسمها معركة ملاحم الإسلام بيتحدث عن هذا، كيف الحجاج طبعا كان بدون جيش، فهزموه في معركتين، في المعركة الثالثة انتصر عليهم، لم يهرب، لم يخاف، لم يخن، لم يبع. 20 سنة ما استطاعوا أن يتهموه في شرفه ولا في ذمته ولا في دينه ولا إنه سرق قرش ولا مليم. فكان الحجاج، وهكذا كانت الدولة الأموية تدني على القرآن، يعني أنت تقترب من مجلسه أنت تحفظ القرآن أم لا. في كل مسجد شيخ يحفظ القرآن. كان الحجاج يجعل مرتبات لتحفيظ القرآن الكريم، وكان يأمر الجيش أنه دائما لابد حفاظ القرآن في المقدمة وهم اللي يتولوا الخطابة. وإحنا هنشاهد نصائح الحجاج لجيوش الفتوحات الإسلامية التي سيرها رحم الله سيدنا الحجاج. تعالوا حضراتكم إلى كتاب غاية النهاية في طبقات القرآن. يتحدث عن عاصم ابن أبي النجود. احنا قلنا رواية حفص عن عاصم. عاصم تربى في عهد مين؟ في عهد الحجاج بالمناسبة يعني الحجاج كان رئيس، عاصم كان الوالي. فقرأ القرآن على أبو عبد الرحمن السلمي وذر بن حبيش الأسدي، وكان عثمانيا. عاصم كان عثمانيا يعني يا جماعة، يعني يرى عثمان قتل مظلوما وأن معاوية بن أبي سفيان على حق. يعني عاصم كان يرى أن الدولة الأموية على حق. وكان عاصم نحويا فصيحا إذا تكلم رحمه الله. أيضا يقول عاصم: ما أقرأني أحد حرفا إلا أبو عبد الرحمن. وكان أبو عبد الرحمن قد قرأ القرآن على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكنت أرجع من عند أبو عبد الرحمن السلمي فأعرض على زر، وكان زر قد قرأ على عبد الله بن مسعود، فقلت لعاصم: لقد استوثقت، يعني عملت مطابقة يعني. ويذكر عاصم أنه لم يخالف أبا عبد الرحمن في شيء من قراءته، وأن أبا عبد الرحمن لم يخالف علي بن أبي طالب في شيء من قراءته، وكل قراءة عاصم هي قراءة أبو عبد الرحمن إلا حرفا. طيب عاصم يقول أيضا: كان أبو عمرو الشيباني يقرئ الناس القرآن يحفظه في المسجد الأعظم، فقرأت عليه. يعني خلي بالك احنا عندنا ايه؟ أبو عبد الرحمن السلمي، وفيه مقرئ تاني آخر معه اسمه أبو عمرو الشيباني. رقم 3 زر بن حبيش يقرأ الناس، فقرأت عليه ثم سألته عن آية فاتهمني بهوى، فكنت إذا دخلت المسجد يشير إلي ويحذر أصحابه مني. وبعدين عاصم قال: ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب. أما القراءة التي أقرأت بها أبا بكر بن عياش
فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه. إذن قراءة زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود تختلف في حرف عن القراءة اللي بيقرأها عاصم عن أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب وعن عثمان وعن أبي بن كعب. وإحنا عرضنا في صحيح البخاري أنه عبد الله بن مسعود كان يقول كالصوف وليس كالعهن، فربما تكون هذه. ونصل الآن إلى دور سيدنا الحجاج ابن يوسف الثقفي رضي الله عنه الذي كان والي العراق، وهو الذي وضع النقط فوق الكلمات والتشكيل. هنا حضراتكم دراسة عن دور الحجاج ابن يوسف الثقفي في الإصلاح اللغوي للقرآن الكريم، ومنشورة في مجلة كلية التربية للبنات المجلد 29 عام 2018 الدكتور حماد فرحان. فيها تفاصيل كثيرة، لكن احنا هنذهب لأهم شيء قاله. يقول إن الحجاج رغم كل ما يقال عنه كان رجلا محبا للقرآن، يكثر من قراءته والتأمل في معانيه والاستشهاد بآياته، كما كان يقدر أهله ويكرم حفظته. وبعدين بيذكر ما قاله الحافظ، وسنأتي لي يعني كل ما قاله. احنا رجعنا للمصادر الأصلية التي استقى منها هذه الدراسة. هنا حضراتكم كتاب الجاحظ اسمه الحيوان الجزء الخامس. الجاحظ مولود 150 هجري، يعني بعد سقوط الدولة الأموية يا جماعة ب20 سنة، توفى 255 هجري. يعني هذا الكلام كتب تجردا، لا في حجاج ولا في دولة أموية، ده مكتوب في عهد العباسيين، صفحة 195. طبعا بيروي مين اللي حكى له، ثم يقول ثم قدم الحجاج أصبح والي الكوفة وكان يدني على القرآن فحفظته في سنة، اللي هو مصعب هذا. يعني مصعب يقول جاء الحجاج وكان يدني على القرآن فحفظته في سنة. يدني على القرآن يعني يجعل معيار الاقتراب من الحاكم، شغل الوظائف، مجالسة الحاكم، مجالسة الحجاج على حفظ القرآن الكريم. فقد يتقرب للحجاج حفظ القرآن الكريم. ونحن اليوم نشاهد هذا، الكل يدخل أبناء كلية الطب كي يصبح له وجاهة وليس يقترب من الحاكم. يعني بيظل 7 سنوات يدرس باللغة الإنجليزية في الطب وإلى آخره كي فقط يحمل لقب دكتور. فما بالك بقى إذا كان سيجلس في مجلس الحاكم، يعني والحاكم هو الحجاج كان والي العراق، ولا يسمح لي بالجلوس معه في مجلسه إلا لحفظة القرآن الكريم. أيضا في كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، ابن عساكر توفى 571 هجري، لكن الجزء الثاني عشر، لكن بينقل من كتب قبله، صفحة 116. يقول قال ابن عون كنت إذا سمعت الحجاج يقرأ القرآن عرفت أنه طالما درس القرآن. أيضا أبو محمد الحماني قال عملوا تجزئة القرآن في 4 أشهر. يعني الحجاج رضي الله عنه هو اللي عمل تجزيء القرآن الجزء الأول وهكذا في 4 أشهر. وكان الحجاج يقرأ القرآن في كل ليلة رضي الله عنه. طبعا بيقرأه كامل، بيقرأ جزء منه، الكلام غير واضح يعني. أيضا صفحة 194 قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء حسدي إياه على حبه القرآن وإعطائه لأهله. يعني يعطي الناس، يعطي الأموال للأطفال الذين يحفظون القرآن ولأسرهم. إذا في حاكم في العالم الإسلامي يفعل هذا اليوم باستثناء تركيا بعض الشيء، لكن لا أحد في العالم الإسلامي كله يفعل مثل ما فعل الحجاج. وقوله حين حضرته الوفاة الحجاج قال اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل. ده كانوا أوبش الناس. أيضا في كتاب العقد الفريد تأليف ابن عبد رب الأندلسي متوفى 328 هجري، الجزء الرابع. طبعا هو جاء في العصر الشيعي، لكن هو كان من الأندلس فكان بعيد عن التأثيرات الشيعية ورحل إلى بغداد، وكانت الكتب لا تزال موجودة. والله أريد أن أعد حلقة من كتاب فهرست ابن نديم، وأرجو حضراتكم ارسلوا لي على الفيسبوك أو على تويتر واكتبوا في التعليقات الكتب التي ألفت في عهد الدولة الأموية وضاعت، والكتب التي ألفت في بداية حتى في عهد الدولة العباسية ولما حكم الشيعة العالم الإسلامي 200 سنة.
تخيلوا دول شيعية قائمة، بني بويه وآل حمدان والقرامطة والحشاشين والفاطميين حكموا القاهرة، دمشق، بغداد، الكوفة، مكة، المدينة 200 سنة. كم الكتب التي ضاعت وجرى محوها. واحنا بنشاهد الآن حتى في الثورة السورية وسائل التواصل الاجتماعي بتحذف فيديوهات الثورة السورية. يعني ده احنا بيجري طمس تاريخ نحن عشناه. فالمهم هذا الكتاب صفحة 300 يتحدث عن الحجاج فيقول: أتى الحجاج كتاب من قتيبة بن مسلم. قتيبة بن مسلم رحمه الله الذي فتح بلاد آسيا الوسطى، وهو الذي نقل الإسلام للأتراك. كان الحجاج هو الذي يرسله، يعني هو الذي اختاره لقيادة الجيش وهو الذي كلفه بالفتح. فقتيبة بن مسلم كان يشكو كثرة الجراد وذهاب الغلات وما حل بالناس من القحط الجوع. ده نصيحة الحجاج. انظروا رحم الله الحجاج: إذا أزف خراجك الضرائب فانظر لرعيتك في مصالحها، يعني انظر الناس أحوالها إيه. فبيت المال أشد اطلاعا لذلك من الأرملة واليتيم وذي العيلة. شوفوا رحمة الحجاج وعطف الحجاج، وهو يصيه بالأيتام والأرامل ومن عنده أبناء. رحم الله سيدنا الحجاج ابن يوسف الثقفي رضي الله عنه. أيضا في صفحة 301 يقول، كتب إلى قتيبة يقول: خذ عسكرك بتلاوة القرآن فإنه أمنع من حصونك. القرآن هو أمنع من حصونك، أمنع من القلاع. وهذا حقيقي. إذا نظرتوا في جيوش المسلمين، خالد بن الوليد رضي الله عنه بجيوشه ما كان عنده قلاع، ده كان حرب كلها في أرض مفتوحة. سعد بن أبي وقاص كان يقود الجيوش في أرض مفتوحة. عمرو بن العاص معاركه كانت في أرض مفتوحة. فالحجاج يقول له ماذا؟ القرآن أمنع حصونك، واجعل العساكر تقرأ القرآن الكريم. ثم الحجاج أيضا كتب إلى بعض عماله: إياك والملاهي، يعني اللعب واللهو إلى آخره. وفي كتابه إلى يزيد بن أبي مسلم: أنت أبو عبيدة هذا القرآن، يعني يشير إلى أبو عبيدة الجراح، يعني بيمدحه أنك بتقرأ القرآن وتعلم فيه مثل سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الصحابي الجليل. هنا أيضا في كتاب الحوادث والبدع للإمام أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي، توفى 530 هجري، صفحة 150، ينقل عن الإمام مالك رحمه الله شهادة في منتهى الخطورة. الإمام مالك يقول: أول من جعل المصاحف بين أيدي الناس في المساجد هو الحجاج. ذكرنا من قبل مصحف سيدنا عثمان بن عفان كان وزنه 80 كيلو جرام. المصحف معه شيخ، وهو ده المصحف الإمام والمقرئ الإمام. لو الناس اختلفوا أو قالوا لهذا الشيخ نحن نشك في أمر ما، يفتحون المصحف. لكن الذي جعل المصاحف في يد الناس في العامة مثل الكتب الآن هو سيدنا الحجاج. يقول الإمام مالك رحمه الله، والإمام مالك طبعا مولود تقريبا بعد وفاة الحجاج ب10 سنوات يعني. يقول الإمام مالك: ولم تكن القراءة في المصحف في المسجد من أمر الناس القديم، وأول من أحدثه الحجاج رحمه الله. طبعا الإمام مالك يقول: وأكره أن يقرأ في المصحف، يعني هو كانوا عاوزين الحفظ الغيبي يعني بدون قراءة من المصحف، يعني هو بيقول يكره لكن لا يحرم يعني. أيضا في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري، والبلاذري توفى 279 هجري، الجزء 13. البلاذري كان مؤرخ في البلاط العباسي، ورغم ذلك لما أعمل حلقة احنا هنكتشف أنه تاريخ سيدنا معاوية وتاريخ سيدنا يزيد والحجاج والدولة الأموية كان تاريخا ناصعا إلى 300 هجري. العباسيين حاولوا يشوهوا بعض الشيء، ثم جاء العصر الشيعي وسوده، ونحن استلمنا الروايات الشيعية السوداء وأصبحنا نرددها كالحمير والجهلة والبغبغاوات. وانظروا على اليوتيوب، انظروا الكم المشايخ اللي بيعانوا في سيدنا يزيد وبيعانوا في سيدنا معاوية، والعالم الإسلامي سيسقط، بل هو ساقط كما سقط في أيدي الفاطميين والحشاشين والقرامطة من قبل. تعالوا نقرأ ماذا يقول. صفحة 415 يقول الحسن البصري: الحجاج يتلو القرآن تلاوة أزرقي ويحكم حكم جبار. يعني شهرة الحجاج في حفظ القرآن وفي دراية القرآن وفي حسن صوته بالقرآن معروف.
أيضا في كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير توفى 774 هجري، الجزء التاسع، طبعا بيعلق بعد ما يعرض تاريخ الحجاج. هو ابن كثير ماذا يفعل؟ هو بيعرض الروايات السابقة ثم يقول رأيه. وانتبهوا أن هؤلاء الناس لم يكن متاح لهم الكمبيوتر الحاسب الآلي، لم تكن الكتب متاحة لهم، لم تكن كتب الرجال متاحة لهم. نحن الآن نستطيع أن احنا نتعقب اسم هذا الشخص المجهول في أكثر من كتاب، كتاب موجود في الأندلس، كتاب موجود في الهند، في اسطنبول، في السودان، في مكان إلى آخره. لكن ابن كثير رغم أنه هو جاء بعد العصر الشيعي اللي محوا الكتب ودمروا فيه الكتب وتاريخنا، إلا أنه بفطرته كتب هذه الجملة. يقول: قلت: الحجاج من أعظم ما نقم عليه وصح من أفعاله سفك الدماء، والله هم اللي أعلنوا عليه الحرب الأول، لكن المهم وكفى به عقوبة عند الله عز وجل. ثم يقول ابن كثير: وقد كان الحجاج حريصا على الجهاد وفتح البلاد، وكان فيه سماحة بإعطاء المال لأهل القرآن، فكان يعطي على القرآن كثيرا، ولما مات رحمه الله لم يترك فيما قيل إلا 300 درهم، والله أعلم. فكيف الحجاج رجل الفتوحات الإسلامية، الرجل الحريص على القرآن، الرجل الذي ينفق أموال الدولة لكي يحفظ الناس القرآن، الذي ينصح الجند بحفظ القرآن، الذي يقول لقتيبة بن مسلم الباهلي: القرآن أعظم حصونك. الحجاج الرجل الزاهد الذي توفي ولم يجد في خزينته سوى 300 درهم، لم يتهم أحد الحجاج في ذمته المالية، لم يتهم أحد الحجاج بارتكاب بدعة، لم يتهم أحد الحجاج بأنه بتاع نساء ولا خمر ولا شيء من هذا القبيل، إنما اتهموه بإيه؟ بدماء، ما هم اللي أعلنوا الحرب عليه، وكلهم أهل فتن وأهل خوارج وأهل تمرد. لكن كيف يجتمع رجل يوصف بأنه قاتل مجرم ويوصف بمنتهى الصلاح؟ فنحن نجد أدلة مادية على صلاحه، ولا نجد سوى الروايات الشيعية الكاذبة على أنه كان فاسد ولا ظالم أو شيء من هذا القبيل. أنت لما تقرأ هيقول لك: حدثنا هشام بن السائب الكلبي. عارفين من هشام بن السائب الكلبي هذا؟ هشام بن السائب الكلبي هذا من السبعية، كان يقول: الله حل في علي كما حل عيسى في مريم. وأنت عندكم بشار هو من أحفاده. هو الرواية بقى اللي بتقول إن الحجاج أهان سيدنا أنس بن مالك الصحابي خادم الرسول. من اخترع هذه الواقعة؟ هشام بن السائب. يقول: دخل أنس بن مالك الصحابي على الحجاج بن يوسف، فلما وقف بين يديه قالوا: إيه يا أنيس، يوم لك مع علي ويوم لك مع ابن الزبير. يعني كنت تقف في جيش سيدنا علي وتقف في جيش سيدنا الزبير، ويوم لك مع ابن الأشعث في جيش ابن الأشعث. والله لاستأصلنك كما تستأصل الشاة، هقتلك يعني، ولا أدمغنك كما تدمغ الصمغة، يعني كأنك بتختم الذهب يعني. فالمهم لم يقتله لأنه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان لم يقتله. أصلا عبد الملك بن مروان كي يعرف بالواقع فاحتاج شهر إذهاب وشهر عودة. ومن اللي اخترع الواقع؟ هشام بن السائب الكلبي. وتجد المشايخ كل واحد مربي دهن وقاعد يتكلم كذب. يا أخي اتق الله، اتق الله. أيضا في كتاب ما يقع فيه التصحيف والتحريف، تأليف ابن سعيد العسكري، وده مولود 293 هجري، يعني مولود في العهد الشيعي، بداية العصر الشيعي اللي حكم العالم الإسلامي يعني. يقول: وقد روي أن السبب في نقط المصاحف أن الناس ظلوا يقرؤون في مصاحف عثمان بن عفان رحمه الله نحو 40 سنة، إلى أيام عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، ثم قهر التصحيف وانتشر بالعراق. بقى ناس تقرأ خطأ، ما لا توجد نقاط ولا يوجد تشكيل. فيقول العبارة: انظروا: ففزع الحجاج ولا العراق إلى كتابه الموظفين الحكوميين، وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة علامات. كما نعلم أنه حرف السين وحرف الشين متشابهين، حرف الفاء وحرف القاف متشابهين، حرف الباء وحرف التاء وحرف النون وحرف الثاء متشابه. فقال لهم: نوجد حل، واللي وضح ترتيب الحروف العربية الحجاج بالمناسبة. فكلف نصر بن عاصم فقام بذلك، فوضع نقط أفرادا وأزواجا، نقطة أو نقطتين على الحرف،
وكان مع استعمال النقط يقع أيضا التصحيف، الأخطاء، فأحدثوا الإعجام، التشكيل، فكانوا يتبعون النقط بالإعجام. حضراتكم كي نوضح ما فعله الحجاج. احنا عندنا في الحروف العربية حرف الباء، حرف التاء، حرف الثاء. الباء تحتها نقطة، مين اللي وضعها؟ الحجاج. التاء فيها نقطتين، مين اللي وضعهم؟ الحجاج. الثاء فيها 3 نقط. فمثلا كلمة كتب كانت تكتب في مصحف سيدنا عثمان هكذا، في مصحف الحجاج رحمه الله بعد الحجاج أصبحت تكتب كتب. طبعا لو لم يوضع الحروف كانت ممكن تنطق كنب هكذا، فوجود النقطة الثانية مهم. طيب الحروف العربية في الكلام العربي لا يكتب التشكيل، يعني مثلا كلمة كتب بالإنجليزي كيف نكتبها؟ نكتبها هكذا، كتب. كم حرف؟ 6 حروف تقريبا. في اللغة العربية نحن نكتبها بدون حروف متحركة، 3 حروف فقط، هكذا، كاف تاء باء. فالحجاج وضع التشكيل، وضع بقى في تشكيل في المصحف من الحجاج، وأصبح فيه نقط من الحجاج رحمه الله. فلنتخيل أن الحجاج رحمه الله لم يقم بتنقيط المصحف ولا وضع التشكيل. ماذا كان فعل ملك إيران اليوم؟ أنا أسألكم والله، يعني من الأشخاص الذين حفظوا وحدة الأمة الإسلامية حتى اليوم هو الحجاج رحمه الله. كل من يمسك مصحف ويقرأ القرآن اليوم في باكستان، في تركيا، في مصر، في الصومال، في السنغال، في زئير، في أي مكان، الحجاج صاحب فضل عليه وله أجر وثواب عند الله. رضي الله عن سيدنا الحجاج بن يوسف الثقفي. وهؤلاء يتقعرون يقولون سعيد بن جبير فتح بلدا؟ لا. نقط المصحف؟ لا. في الآخر تمرد على الدولة. تعالوا نكمل ونرى الإصلاح الذي قام به الحجاج رحمه الله. في كتاب المحكم في نقط المصاحف، تأليف ابن سعيد الداني، ولد 371 هجري في العصر الشيعي، بيتحدث صفحة 36 عن قيام الحجاج بترتيب الحروف. فمثلا يقول حرف الجيم والخاء والحاء جرى وضعهم وخلف بعض، يعني ترتيب هذه الحروف كما نشاهده اليوم من فعل الحجاج. أيضا في مجلة اللسان العربي، مجلة دورية صدر عن جامعة الدول العربية في الرباط في المغرب، أيضا بيروي نفس الرواية. أدرك الحجاج فزع خطورة التصحيف في المصاحف أو الخطر، وفزع إلى كتابه وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة علامات، وبعدين بيحكي نفس القصة اللي احنا ذكرناها. أيضا في كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان سنة مدولة 608 هجري، المجلد الثامن، بينقل أيضا أبو أحمد العسكري في كتابه التصحيف اللي احنا ذكرناه نفس الرواية، يعني دور الحجاج في وضع النقط، وأنه فزع الحجاج وكلف الكتاب أو الموظفين أو المسؤولين أن هم يضعوا النقط. هنا أيضا في صفحة 4 في الدراسة اللي في كلية البنات، الحجاج وضع الحروف المتشابهة، يعني حرف الباء متشابه مع التاء مع الثاء وضعهم خلف بعض، الجيم والحاء والخاء متشابهة، الدال والزال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد، يعني هذا ترتيب الحجاج. الترتيب القديم هو ترتيب أبجد هوس حط كلم، اللي هو هذا الترتيب. وانت لو لاحظت في الحروف اللغة الإنجليزية والتركية وكل الحروف ترتيب العربي القديم، يعني ادي حرف الايه، حرف البي، حرف السي او ينطق جي والجي، حرف الدي، حرف الاتش. هتجد الحروف الإنجليزية والحروف اللاتينية كلها مأخوذة من ترتيب العربي القديم قبل الحجاج. أيضا في كتاب المصاحف لابن الأشعث السجستاني، توفى 316 هجري، يعني توفى بعد الإمام البخاري ب50 سنة. يقول في صفحة 19: جمع الحجاج بن يوسف الحفاظ، طبعا بينقل عن الراوي، الحفاظ والقراء حفاظ القرآن، فكنت فيهم فأخبروني عن القرآن كم هو حرف، فجمعنا نحسب حتى أجمعوا أن القرآن كله 300,000 حرف و40,700 ونيف و40 حرفا. قال فأخبروني
إلى أي حرف ينتهي نصف القرآن فحسبنا. المهم وضعنا الأحزاب وكل هذه الكلام، يعني تقسيمة المصحف اليوم التي وضعها الحجاج رحمه الله. أيضا في كتاب فتوح مصر وأخبارها تأليف ابن الحكم ابن أعين القرشي المصري، وده من الكتب المهمة في التاريخ يعني، صفحة 116 يقول: الحجاج بن يوسف كتب المصاحف وبعث بها إلى الأمصار ووجه بمصحف منها إلى مصر، فغضب عبد العزيز بن مروان من ذلك، وقال يعني ازاي انه الحجاج ده مجرد والي وانا اخو الخليفه، يعني كان لانه عبد العزيز بن مروان كان اخو عبد الملك بن مروان ولي مصر. ختاما نقول: الحرب على القرآن ليست حالية، الحرب قديمة، يعني ما تشنه إيران، ما تشنه نظام بشار، ما يشنه حتى الحكام اللي بيحكموا الدول الإسلامية من قتل حفظة القرآن الكريم وسجنهم وتعذيبهم وغلق دور تحفيظ القرآن، كل هذا كان يحدث قديما، ولولا أن الله قيد رجالا أمثال عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان والحجاج بن يوسف الثقفي وعبد الملك بن مروان وغيرهم من رجال الدولة الأموية ما وصلنا القرآن الكريم، فإنما شرفهم الله بأن جعل حفظ القرآن وإنقاذ القرآن على أيديهم. رحم الله أبو بكر الصديق، رحم الله عثمان بن عفان، رحم الله أبي بن كعب، رحم الله علي بن أبي طالب، رحم الله أبو عبد الرحمن السلمي، رحم الله عاصم وغيرهم من علماء وحفاظ القرآن الكريم. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. في الختام هنا فيديو أنا عملته عن مقتل عثمان بن عفان، اسمعوا هذا الفيديو كي تعرفوا الحرب الشرسة على القرآن منذ عهد عثمان بن عفان إلى يومنا هذا. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر ورابط قناتي على التليجرام، أرجو الاشتراك في القناة. هنا قائمة فيديوهات الوثائقية والتاريخية، أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.